ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما تابعنيش يتابعنا عشان يوصلوا كل جديد. النهاردة معانا مسلسل التاج المثالي، وبنعرف من وقت عصر جوسون والملك بيحكم لحد النهاردة، لكن في دستور الملك موجود ومعاه برلمان شغال، والتاج ليه قوته وهيبته واحترامه. بعدها بنكون في مدرسة بيدرس فيها كل أولاد الطبقة الراقية، وسيوك بيشوف النتيجة، وده في سنة 2009. وسونج بطلة المسلسل بتكون هي الأولى على المدرسة. وسيوك ده ابن وزير، وسيوك بيحاول يقلل من سونج لكنها من عيلة غنية وشخصيتها قوية برضه، لكن سونج شايفة نفسها إنها مش واخدة التقدير الكافي ونفسها تكون من العيلة المالكة. وبعدها سونج بتتكرم، والمدير بيقول إن ابن الملك الغير شرعي هو اللي بنى المدرسة دي، وكان اداله الهدية دي واداها لسونج كتكريم ليها، وسونج أخدت الهدية ورمتها. وبنرجع للحاضر، وبتكون سونج صاحبة مجموعة كاسل، وبتكون مجتمعة بالموظفين، وقالت لهم إنها عايزة تسيطر على السوشيال ميديا عشان تزود المبيعات، وعايزاهم يجمعوا معلومات عن المنافسة ليها، وبسببها خسرت الفترة الأخيرة، ويكتبوا عنها مقالات ويكبروا المواضيع عشان تقع في مشكلة. بعدها المساعدة دو قالت لها النهاردة عيد ميلاد الملك وهتحضري. سونج قالت لها استني دقيقة، وقالت لهم إنها رايحة هناك النهاردة وعايزاهم يكتبوا عنها مقالات وعن لبسها وشكلها. وهي مروحة دو قالت لها ليه بتخلينا نكتب مقالات؟ انك هتمسكي الشركة مع ان لسه مفيش حاجة رسمية، انت هتمسكي ولا اخوك الكبير تيجو؟ قالت لها الناس بتصدق المقالات واللي مكتوب عنه اكتر وبيلمع بيطلع الاول، انت ما بتفهميش حاجة. وبعدها بنشوف البطل ايان ولقبه الامير الاكبر، وده لقب للشخص اللي مش هيبقى ملك. وهيوم مساعده بيقابله وقال له لازم تمشي بسرعة. ايان نشن عليه بالبندقية وبيهزر معاه، وقال له مستعجل ليه؟ لسه هنام شوية. هيون قال له بلاش النهاردة، مش عايزين مشاكل. وفي الحفلة بيكون الصحفيين منتشرين، وبتيجي سونج بعربية حمراء ولابسة أحمر، والصحفيين قالوا عليها إنها بتحب تاخد لقطة وتلفت الانتباه، وده لأن لبسها مش مناسب للحفلة دي، وإن في بروتوكول معين لللبس في الحفلة دي. والمقالات بتنتشر عن سونج وإنها جميلة ولبسها جميل، وبتزيد مبيعات البدلة بتاعتها، وقدرت تلفت الأنظار زي ما بتحب. بعدها بتسمع بنات بيتكلموا عنها وإنها ابنة غير شرعية، وأبوها جايبها بعد 10 سنين كانت عايشة فيها مع أمها، وإنها ما عندهاش كرامة ولا بتفهم عشان تلبس لبس زي كده في حفلة زي دي. وسونج اتعصبت وكسرت الكاس اللي في ايديها، وبيسكتوا. وبعدها بتكون مع تيجو اخوها الكبير، وقال لها تحترمه وان الناس بيقولوا عليها مش متربية، وكنت فاكرك شاطرة في الشغل لكن طلعت ما بتفهميش حاجة، ومبيعاتك وقعت كمان. قالت له انا مش زيك بعمل عروض وخلاص، انا براند والناس بتتكلم عني دايما. وتيجو قال لها انت عندك نقص ومجرد تقليد، عمرك ما هتكوني براند ومنتجاتك زيك بالظبط. بعدها بيعلنوا ان العشاء هيبدأ، وبيظهر الملك وبيكون طفل صغير وقاعد جنب امه ومتضايق من التاج اللي على راسه، وبيوقع التاج وبيلبسوه ليه تاني. وسونج واخوها قاعدين والكل مستني البطل ومستغربين اتأخر ليه. وايام بيجي ولابس لبس الصيد، وامه الملك قالت له ده مش مناسب للمناسبة دي، وقال لها الملك الصغير اداهوني هدية. والطفل بيفرح لما بيشوف عمه. والملكة بتكون مرات اخوه الميت، وايان قال لها نتكلم بعدين، الكل مستني العشاء. بعدها بيكون في عروض جميلة في الحفلة، والملك بيكتب امنياته للعيلة وللشعب. بعدها بيتقابل الوزير الاول مع سونج، وشكلهم يعرفوا بعض كويس. وقالت له ايه اللي انت لابسه ده؟ قال لها ما قدرتش البس لبس رسمي، لكن انت لابسه احمر ليه؟ انت عارفه انه ممنوع، انت عايزه تعملي قلق تاني؟ قالت له القلق جميل. وبيضحكوا. قال لها انا كنت زهقان وما لقيتكيش. قالت له انا كنت في الاخر ما فيش حد مهتم بيا لاني ابنه غير شرعيه. قال لها لا مش كده. وبيجي يوم مساعد ايان وقال له الامير عايزك. والوزير بيقابل ايان وقال له ما ينفعش تكون لوحدك كده، افرض حد قتلك. ايان قال له ما فيش حد هيقتلني، انت اللي ميت من التوتر بسبب قلقك عليا. وقال له بنات كتير كانت بتبص عليك النهارده، لكن اللي بصوا عليا اكتر. والوزير فاكره بيتكلم عن جوازه. ايان قال له لا انا بتكلم عن جوازي انا، ولو اتجوزت مش هقدر اقعد هنا، وانت اللي هتشيل كل حاجه، الجيش والجمعيات الخيريه. قال له لا ما اقدرش، الملكه بتضغط عليا. قال له لو مش عايز كده ارفض لانك في الحكومه، والجواز محتاج موافقه منكم. بعدها سونج بتوه والموبايل مش مجمع شبكة، واتقابلت مع ايان وقال لها ممنوع حد يجي هنا، انت اسمك ايه؟ وعرفته وسألها ايه علاقتك بالعيلة الملكية؟ قالت له انها مش من الموظفين. وايان قال لها دخلت هنا ازاي؟ وبعدها قال لها خلاص انا هعد ل3 وامشي من هنا ومش هقول لحد. وسونج بتتصدم وبتقول له بجد؟
قال لها احنا زملاء في نفس الكلية وبيحصل حريق كبير في الوقت ده، وإيان بيفتكر إن الملك السابق أخوه مات في حريق زي ده، وده من 3 سنين، وبيكون قلقان والملكة جت وضربته بالقلم وبتقوله مش كفاية قتل لحد كده، كانت فاكرة إن ابنها في الحريق. وسونج متابع الموقف والملك بيكون بخير وإيان بيكون حزين، وقال للوزير الأول يمنع الإشاعات ويسيطر على الميديا عشان العيلة لسه مش مستقرة. بعدها سونج بتخرج ودو قالت لها اتأخرت ليه؟ قالت لها في حريقة حصلت جوه، وهم في العربية الأخبار قالت إن مفيش حد اتصاب في الحريق. ودو بتسألها ليه مش بتحبيه؟ كنتوا مع بعض في الأكاديمية ولا ده لأنه كان بيتنمر عليكي؟ سونج قالت لها هو رخم شوية ومفيش حد يقدر يتنمر عليا. وبتفتكر وهي داخلة نادي الرماية وبتتمرن بس مش عارفة ترمي السهم على الهدف، وفجأة النور بيشتغل وإيان جه وهتهرب. قال لها لو عملت حاجة غلط لازم تواجه العقاب، وسألها على اسمها وقالت له. قال لها التدريب هنا ممنوع في الوقت ده. قالت له ما انت هنا اهو. وراها الموافقة فبتتضايق وقالت ان ده لانه من العيلة المالكة، وبتسيبه وتمشي. وبعدها الملكة بتعتذر لإيان، وإيان رد عليها وقال لها ان هو هيوصل اعتذارها للوزير الأول عشان ما تتحاسبش. وكلامه عصبها جدا وقالت له ان الكل مهتم بمصلحته ولازم يثبت ولاءه بانه يتجوز البنت اللي هي تختارها. بعدها ابو سونج قال لها تتجوز وعرض عليها شخصيات لكنها رفضت تتجوز اي حد اقل منها في المستوى، وزعقت لاخوها ومراته لما حاولوا انهم يقنعوها. وإيان فاجئ المساعد يو انه وافق على الجواز رغم انه كان قافل الموضوع ده. بعدها إيان خرج من القصر واللورد حاول يمنعه لكنه خرج، واللورد عرف الملكة وقال لها ده خطر، والملكة قلقانة لأن الناس بتحبه لأنه واصي على ابن أخوه الملك الصغير ومتحمل مسؤولية البلد. وبعدها سونج بتشوف عروض الجواز وكلهم مش عاجبينها لأنهم أقل منها، وكانت بتكلم دو وقتها وقالت ليه ما تجوزش من العيلة المالكة. وتاني يوم الدنيا اتقلبت بسبب لبس إيان في الحفلة، والميديا اعتبرته عدم احترام. وسونج شافت الأخبار وقالت إنه لطيف جدا، ودو مستغربة وبتقول لها تتجوزي الأمير إيان إزاي؟ سونج قالت لها بنت جميلة وذكية وناجحة زي كده أي حد يتمناها. ويونج مساعد إيان قال له إن سونج من مجموعة كاسل طلبت تقابله، وإيان رفض الطلب، وسونج اتعصبت ودو هدتها وقالت لها إنه مشغول وده طبيعي مش فاضي ولازم تبعت الطلب أكتر من مرة. وإيان بيرفض برضه لحد ما بعتت له إنها زميلته القديمة. وقتها وافق إنه يقابلها، وفعلا سونج راحت له، والملكة الأم عرفت وقررت إنها تستغل سونج وتبقى جاسوسة لصالحها. وسونج قابلت إيان وقالت له إيه رأيك نتجوز؟ وسونج بيتصدم وبيبص لها في صمت وابتسم، وإيان بيفتكر لما كانوا بينافسوا بعض في الرماية وكسبها. وبعدها بيقول لها إيه هي الشروط؟ قالت له الشروط إيه؟ هو في حد تقدم لك غيري؟ قال لها الأسبوع اللي فات بس جاني عشرات الطلبات للجواز. وبتكون محرجة، وإيان قال لها إيه هي مميزاتك عشان أقيمها بنفسي؟ قالت له عندي فلوس كتير، وبيضحك وقال لها كنت مستني حاجة فيها إبداع أكتر. وسيونج قالت إنها ذكية وعندها شغل خاص بيها، وأخوها الكبير غبي منظر بس ما يقدرش يقف قدامها في شغلها. وقالت إنها قالت له كده لأنها عارفة إنه مش بيحب تدخل الأهل، وإن جلدها تخين، وإنه ما يعرفش بسبب شغلها بتتعرض للنقد كام مرة في اليوم، وإنه يقدر يستخدمها كدرع بشري ليه. وإيان بيقول لها وإيه كمان؟ وسيونج قالت إنها جميلة وجذابة. وتاني يوم سيونج بترقص من الفرحة وجات لها دو قالت لها إيه السعادة اللي أنت فيها دي؟ قالت لها سعادة أنا اترفضت تاني. وإيان قال لها إنه محتاج حاجة أهم من الثروة والكفاءة والمال، محتاج الحب، وده تقريبا حلمه من زمان يتجوز عن حب. وقالت إنها مش هتيأس، هو بيحب الأشخاص الغريبة زي كده، وده كان واضح في لبسه الغير تقليدي يوم عيد الميلاد. والملكة الأم بتشوف البنات المتقدمة للأمير وعايزة تتقابل مع سيونج. بعدها سيونج بتجمع معلومات عن إيان وبيروح فين وكده، وكان راكب خيل وراحت له وقالت له عدى وقت كبير اشتقت لك. قال لها ايه ده يومين بس، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيكون في مطعم بتروح له برضه قالت له اشتقت لك رغم ان عدى يوم بس. قال لها يا بنتي انت لازقه. قالت له انت قلت عايز تتجوز عن حب، اديني فرصه افوز بقلب صاحب السمو الملكي. وبعتت له بوسه على الطاير. بعدها في اشاره المرور بتكون جنبه قالت له اشتقت لك وسابها ومشي. وفي السينما جت جنبه وبتقول له استمتع انت بمشاهده الفيلم وانا هستمتع بمشاهدتك. وتاني يوم بيتمرن وهي لازقه برضه. بعدها إيان قال لتشويو ايه رأيك في لبسي؟ قال له مش وحش. إيان قال دي بتظهر في كل مكان، لازم أظهر بشكل كويس. بعدها مرات تيجو أخوها بتكلمها وبتعرفها إنهم وأبوها مرتبين لها موعد مع حد متقدم لها، وسيونج بترفض لكن قالت لها هيكون شكل أبوكي ايه لازم تحضري. بعدها بتتقابل مع العريس واسمه هو، وبتكون مش مهتمة بيه خالص، وبيكونوا في معرض الفنون الملكي.
وشافت لوحة عليها اسم إيان وبتكون رسمة قطة، وقالت هو بيحب القطط ولا إيه؟ وقالت له هو أبويا عايزنا نتجوز من حد أقل مني عشان يدي لأخويا المجموعة يديرها، وأكون أقل منه في المستوى. هتعرف تكون شخص قوي قدامهم وحياتك كلها تكون لخدمتي ولا لأ؟ وتشوي يو مساعد إيان شافها وسلم عليها، وهو قال لها ما أعتقدش إن الجواز ده هينجح. بعدها تشوي راح لإيان وقال له إنه شاف سيونج مع واحد وإنها لقت عريس بعد رفضه ليها. وتشوي قال له كنت فاكر إنها من طرف الملكة الأم. إيان قال له الاتنين شخصيتهم مختلفة ما يتفقوش مع بعض، والملكة الأم بتفتكر لما كان جوزها قرر يتنازل عن العرش لأخوه، وقالت له أنا أفضل إنك تموت ولا إنك تتنحى، وولعت في التنازل اللي كتبه، وبعدها حصل الحريق ومات. وإيان بيفتكر أخوه يصحى من كابوس وبيكون حزين على أخوه ما بيعرفش ينام. وتشوي قال له ما ينفعش تكمل حياتك من غير نوم كده. والملك الصغير عنده حفلة، وأمه قالت له لازم تظهر للناس إنك تقدر تقف لوحدك من غير إيان. بعدها سيونج بتحضر الحفلة والإعلام مهتم بيها، وإيان راح لابن أخوه وشد الحرس بتوعه وقال لهم ليه التأمين قليل، ويفتكر لما ابن أخوه كلمه وقال له أنا خايف يا عمي، وإيان مسك إيده وقال له أنا جنبك. والطفل مبسوط وبيدخله الحفلة، والملك مطمن بوجود عمه جنبه. وسيونج بتكون متنحة وبتتكرم بعدها كرائدة أعمال، وطلبت من الملك يلبسها التاج، وإيام بيبارك لها قالت له اشتقت لك، وقالت إنها عايزة جايزة تانية منه. بعدها سيونج بتصور نفسها ونزلت الصورة على الميديا وعملت هاشتاج الأمير الأكبر والوزير الأول مين بيعرف إن الحفلة عدت بأمان، وشاف الأخبار وفرح إن سي يونج فازت بجائزة أفضل رائدة أعمال. والملك الصغير بيكون زعلان عايز يقعد مع عمه، لكن الملكة الأم عايزاه ما يتأخرش. بعدها من معاه ورد وراح لسي يونج وعزمها في مكان وقال لها قلعي البتاع اللي على دماغك دي وقت الأكل. هو بيكون مبسوط إنه قاعد معاها، وأيام بيكون هيبات في فندق، وتشوي جايب له علاج لأنه تعبان ومش عايز يروح المستشفى الملكي لأن قرايب الملكة الأم هناك ومش عايز يعمل دوشة. وتشوي بيتقابل مع سي يونج في الفندق، وبعدها جابوا لإيان دكتور يعالجه. والدكتور سأل هو مش بينام كويس، وتشوي قال له أيوة، قال له لا لازم ينام كويس عشان يتعافى بسرعة حتى لو هياخد منوم. وبعدها سي يونج عرفت الدكتور ما يعرفش حد باللي حصل، وبيكون الدكتور بتاعها أصلا. بعدها الملكة الأم بتكون متضايقة إن ابنها كلم عمه يجيله، وزعقت له قال لها ده عمي، قالت له ما تقولش كده. والملكة قالت لنفسها إن جينات ابنها زي أبوه بالظبط، وافتكرت لما كان عايز يتنحى وخايف. بعدها سيونج بتجيب عشاء ليها هي وتشوي، وسألته ليه أيام ما دخلش المستشفى الملكي. قال لها لو راح المستشفى الملكي الدنيا هتتقلب والصحافة هتروح على هناك وهتكتر الاشاعات، وهو ما بيحبش الدوشه. وتشوي جاله رساله ان الملكه الام هنا، وقال لسونج لازم تمشي بسرعه، الملكه هنا، وخرجها. والملكه جت ودخلت اوضه ايان، وايان خرج وقال لتشوي كنت اعرف الملكه تستنى بره لما البس. والملكه خرجت وشافت الاكل وشنطه سي يونج، ودخلت اوضته تاني لقتها واقفه معاه، وقالت له بعد الفجر البس لبس مناسب وجاوب عن تجاوز النهارده ده. والصبح بتنتشر أخبار عن علاقة إيام بسي يونج، وإنهم قضوا الأجازة في الفندق، والصحفيين كاتبين يا ترى فرحهم إمتى. وتيجو متضايق ومراته بتكون مبسوطة عشانها، وفي نفس الوقت سي يونج بتشوف الأخبار ومبسوطة لأنها بتحب الشهرة. وسيونج قالت لدون مفيش حاجة بينهم، قالت لها والدكتورك اللي جالكم ده الصحافة بيقولوا إن ممكن تكوني حامل. وسيونج قالت يا سلام، حمل قبل الجواز؟ ومن بيكلم سيونج وبتكون قافلة تليفونها، والمساعد بتاعه قال له لازم نرد على الإشعاعات بسرعة. قال له لا سيبها تغطي على موضوع الحد الأدنى للأجور ده، ودي دوشة بسيطة وتخلص. بعدها إيان طلب إن سي يونج تقابله في مكان إقامته الخاص، والموظفين في المكان بيكونوا مستغربين لما شافوها. بعدها إيان قال لسي يونج واضح إن روحك المعنوية مرتفعة، قالت له اشتقت لك رغم إني كنت معاك امبارح. وإيان اعتذر لها عن الفضيحة دي وقال لها أعوضك بإيه؟ قالت له اللي عايزاه صعب. وخدم القصر بتكلمه الأمير جاب وقت منين عشان يحب ويواعد. بعدها سي يونج طلعت الزهرة اللي كانت كسبتها منه وقت الدراسة في الرماية، وقالت له إن أبوها والإدارة بيستنوا منها أي غلطة عشان يبدلوها بأخوها، وده أكيد لأنه اتجوز من عيلة نبيلة، عشان كده بدور على جوازة من طبقة أعلى. قال لها عايزة تتجوزيني عشان تاخدي لقب بس؟ قالت له لأن خسرت فرص كتير بسبب إن ما عنديش لقب. قال لها استعدي عشان هتكوني زوجة الأمير الكبير، هتكوني في مواجهة الأمة بأكملها، مش أبوكي وأخوكي بس. وسيونج بتبتسم بتوتر،
وسيونج ويان بيدخلوا القصر مع بعض، والصحفيين في كل مكان بيسألوا عن علاقتهم ببعض، وبنعرف إن إيان اتفق مع سيونج إن شرطه الوحيد عشان يوافق على الجواز إنها تنهي الإشاعات المنتشرة عنهم على الميديا. بعدها الخدامة قالت له الملكة عايزاك دلوقتي، وإيان بيعمل إن في أجواء رومانسية بينه وبين سيونج قدامهم، وقال لها استنيني مش هتأخر. وإيان بيتقابل مع الملكة وبتكون مش موافقة على الجوازة دي، وكانت مستنية إنه ينفي كلام الصحفيين مش يأكده. وإيان قال لها اطمني مفيش حمل قبل الجواز ولا حاجة. وبعدها إيان قال لتشوي انت بتعمل ايه هنا، لازم تكون في القاعة بتاعتي عشان تراقب سيونج. بعدها سيونج عملت أكل للملك، وإيان اتضايق وقال له بتاكل دلوقتي ليه؟ الملك قال له سيونج قالت لي لما تكون معدتي مليانة هنام كويس. قال له اتفضل نام دلوقتي جلالتك. وبعدها سيونج قالت له ما سبتوش ليه كمل أكله. قال لها ولو حصل له عسر هضم هتتحملي المسؤولية قدام الملكة الأم. وعرفها إن الملكة رفضت جوازهم. قالت له كنا متوقعين ده، أنا بتعرض للتنمر من أهلك كده، وفي حاجة لو حصلت خناقة بيني وبين الملكة الأم هتقف مع مين فينا أنا ولا هي؟ ما ردش. قالت له هتقف معاهم لأنهم عيلتك. قرب منها وقال لها هقف جنبك عشان أظهر إن أنا مجنون بيكي عشان الناس تصدق إن الجواز الغريب ده حقيقي. بعدها بيكون مفيش غرفة جاهزة لسيونج دلوقتي، ويان قال هتبات في غرفته، وسيونج قالت لهم عايزة لبس قطن 100% عشان بشرتي حساسة معلش. بعدها بيكونوا نايمين على سرير واحد، ويان قال لها اخرجي نامي على الكنبة. قالت له لا مرتاح انا كده. وبيشدوا الغطا من بعض، وبيكون صوتهم عالي والخدم بيتجسسوا عليهم وسامعين الاصوات وفاكرين ان الاجواء لطيفة بينهم. وتاني يوم تشوي صح ايان وقال له اول مرة تنام كده، وايان مش بيلاقي سيونج. قال له في طريقها للشغل بكل طاقة وحيوية، وسيونج بتروح الشركة بنفس لبس امبارح وهدوم مستغربة. سيونج قالت لها انا قصده ده عشان الناس تعرف ان انا مرجعتش بيتي امبارح. واللورد بيجي القصر وجايب اكل بيحبه الملك، وسأله نمت كويس امبارح؟ قال له لا. قال له حلمت تاني بالملك الكبير. واللورد بيفتكر يوم فرح ابوه، وكان بيقول له انه خايف. وايان دخل لاخوه، اللورد بيحاول يمنعه يقابله، وقال له المفروض تكون مع الناس بره، دي اهانة لولي العهد. وايان قال لاخوه من النهارده هتتحمل مسؤولية اي حاجة تحصل، واخوه قال له انا خايف. بعدها ايان بيشوف صورة ليه مع اخوه، سيونج بتشوف تعليقات الناس عنها على السوشيال ميديا. ودو قالت لها الطقم اللي لبستيه في الفندق خلص من المتاجر. قالت لها حضري اجتماع، جه الوقت اننا نرجع للمرتبة الاولى في المبيعات. وجالها الوزير الاول جيو، والموظفات منبهرين بيه جدا. وقال لسيونج هتتجوزيه فعلا؟ قالت له ايوه. قال لها انتم لسه متقابلين قريب، خليكوا تتوعدوا الاول. قالت له انا عايز اكون معاه طول الوقت واصحى وانا جنبه كل يوم. وقالت انها سمعت الاسره الملكيه عايزه تجوزه حد تاني، بما انك رئيس الوزراء عايزه موافقه منك على جوازنا. بعدها تشوي قال لإيان ان الملكه الام مريضه وشكلها عامله نفسها تعبانه، لان القصر ما يقدرش يتكلم عن احتفالات وحد من كبار الاسره الملكيه عيان. بعدها ايام بيكلم سيونج وبيهجم عليها بنات ثانوي وحدفوها بالبيض، وقالوا لها ازاي تغوي صاحب السمو الملكي يا معفنه. وبعدها بيجي تشوي لايان وجايب له شغل كتير، وقال له ده شغلك وشغل الملكه الام لانها تعبانه. وسيونج وقفت البنات قدامها وهزقتهم، قالت لهم ازاي تعملوا معايا انا كده، وبيكونوا طلاب منحه ملكيه وبيعتذروا لها. وقالت لهم هسامحكم المره دي. وجيو بيفتكر ايام الثانوي لما كان مهتم بسيونج وبيتابعها في كل وقت. بعدها سيونج ابوها جالها، قالت له انت عايز تكلمنا عن اللي حصل؟ قال لها انا متاكد ان ده خدعه رخيصه للفت الانتباه. وابوها فكرها لما جت البيت وهي صغيره، والخدامه قالت البنت دي بقالها ساعات بره ساكته، قال لها ارموها بره. ومرات ابوها قالت حرام عليك دي بنت صغيره. وسيونج قالت له انا بنتك انت ابويا. ومرات ابوها ماتت فيها. وبعدها بدات سيونج تطلب حاجات زي تيجو اخوها بالظبط، حتى لما كبروا وطلبت منه يعدل الوصيه وتكون لصالحها. وبعدها ابوها قال لها بعيدي عن الشركه، ولو مش هتبعدي انا هتصرف. قالت له هتتبرأ مني؟ قال لها وليه لا. وسيون قالت يا سيد يوم مفيش داعي اتصرف بتمرد، كل حاجه هتروح لتيجو. تيجو رائع، ده معنى كلامك صح، لازم اقتل تيجو عشان اضمن مكاني في الجحيم. كل اللي حاول يشتبك معايا كان زيك كده، كانوا بيرتبوا كل حاجه على انهم كده كده فايزين، وانا مفيش قدامي غير الخساره. بيتهيألي مش واثقين انهم يقدروا يفوزوا عليا في ارضيه متساويه، لكن انا ما عنديش مشكله، متعوده على المواجهه. قال لها انت مش بتستسلمي ابدا. قالت له اتمنى لك التوفيق، رغم انه واثقه انك هتخسر في النهايه. بعدها ايان كلمها واعتذرت انها قفلت المكالمه من شويه. قال لها انت كويسه؟ قالت له خلينا نتكلم بكره انا مشغوله شويه دلوقتي. وايان بيكون مستغرب ردها ده. وسيونج بتفتكر لما كانت واخده شهاده تقدير ورايحه لابوها، وكان جايب عجله هديه لتيجو عشان عيد ميلاده، وادته الشهاده وابتسمت وقالت له انا عايزه عجله زي بتاعه تيجو. لما كبرت بتوريه درجاتها وما اهتمش، وقالت له عايزه مبنى اكبر من تيجو. وبعد ما كبرت راحت له قالت له عدل وصيتك لصالحي
السطح وبصلها بقرف. بعدها الباب خبط وسيونج اتعصبت وقالت مين جاي متأخر كده، واخدت عصاية البيسبول وفتحت وبيكون ايان. وسيونج قالت له انت ايه اللي جابك هنا، في حد شافك؟ ايان قال لها بتلعبي بيسبول في البيت؟ قالت له عندي اعداء اكتر من اللازم، ودخل شقتها وكان جايب لها اكل. وسالته جبته بنفسك ده؟ وايان راح المطعم والموظفين كانوا متنحين من الصدمه. وتشوي بيكون متعصب ان ايان مشي من غير ما يخلص الشغل. وايان قال لسيونج لما كلمتك كنت محبطه جدا، لكن دلوقتي لما اكلتي بقيتي كويسه. قالت له انا بتهان من الصبح، التعليقات على وسائل التواصل كلها سلبيه، وابويا هددني يتبرى مني، ومعجبينك حدفوني بالبيض ده، انا دماغي بتوجعني لسه من وقتها. سالها انت كويسه ولا اتعورتي؟ بعد كده الملكه الام بتكون قاعده بتشوف صور سيونج يوم عيد ميلاد الملك الصغير، وبتكلم حد في التليفون وبتقول ان التحقيق ضروري، وبيكون قصدها على الحريق اللي حصل وقتها. بعد كده ايام بياخد سيونج المكان اقامته الخاص بعد ما عرف ان الناس بتضايق عشان يحميها، وبيعرف الخدم انها تقعد هنا لفتره، وبيكونوا مستغربين ده، وهي بتلزق فيه عشان تبين انهم مرتبطين جامد. ورئيس الخدم بياخدها لغرفتها وبيعرفها بنفسه. بعد كده بتقول لنفسها امبارح في القصر والنهارده في مكان اقامته الخاص ده كانه حلم. وايام بيتصل عليها وبيقول لها الاوضه عجبتك؟ قالت له اه، حاسه كاني في مسلسل تاريخي. وسالته ما نمتش ليه لحد دلوقتي؟ قال لها عندي شغل. قالت له تحب اساعدك؟ وبتروح فعلا عشان تساعده، بس بتقعد تتكلم كتير. قال لها هي دي المساعده اللي جايه تقدميها يعني؟ قالت له ما انا بصراحه ما اعرفش حاجه عن طقوس الجنازه الملكيه، انا حتى ما حضرتش الخاصه بعيلتي اصلا. وبتساله انت هتتجوزني ليه؟ قال لها مش متاخر شويه السؤال ده؟ قالت له لا احنا لسه مقررين امبارح، عادي يكون عندي فضول النهارده اسال. قال لها السبب ان عيلتك من اغنى العائلات في البلاد، وده هيساعد الاسره الملكيه. وبتقول له ده ايه السبب المقنع ده؟ وبيكون واضح عليها انها متضايقه، وبيقول لها السبب التاني الجمال. استغربت وقالت له الجمال؟ لا كتر خيرك. ويان كمل كلامه وقال ان السبب التالت انه لو قال انه مش عايز العرش الكل هيهاجمه، لكن اعتقد انك هتفهميني. وبتكون مستغربة كلامه. بعد كده الحرس الملكي بيداهم مكان اقامة ايان اللي سيونج قاعدة فيه، وبيفتشوا المكان وبيتهموها ان هي السبب في الحريق اللي حصل يوم عيد ميلاد الملك، عشان دخلت مكان محظور في القصر. وبتكون خايفة ومتوترة بس بتحاول ما تظهرش ده. وفي نفس الوقت بيكونوا بيفتشوا شركتها كمان. سيونج بترن على ايان ومش بيرد، وكيم بيقول لها انه في مراسم الجنازة دلوقتي وممنوع التليفونات اصلا، فمش هيعرف يرد عليك. وبتكلم دو عشان تخليها تروح له هناك. والسيونج بتخرج بكل اناقة بالبيجامة مع الحرس للتحقيق، ودول حراس مش بيرضوا يدخلوها. لكن كان بيوصلوا معاه هوية الأمير الكبير إيان، وبيكون أخدها من سيونج وبيقول لهم إنهم هنا بعلمه، فبيعرفوا يدخلوا. وبيكون إيان في الطقوس مش بيعرفوا يكلموه، فبيتكلموا مع تشوي. وإيان بيشوفها مع الحرس وبيوقفهم وبيقول له بأي حق تكون موجود هنا أصلا من غير إذن مني أو من الملك؟ بتيجي الملكة تقول أنا اللي اديت له الإذن. وبتقول له إن سيونج مشتبه بها رئيسي لإحداث الحريق، وبيقول لها عندك أدلة؟ قالت له أهانة التاج بطريقة متكبرة وتهديد الناس في القصر، وكمان كانت مش موجودة وقت الحريق. قال لها ده دليل يعني؟ قالت له لا بس ده كفايه لتشويه سمعتنا او سمعه شركتها. والسيونج كانت لسه هترد عليها ايان وقفها وقال للملكه طيب تمام اسالي عني انا كمان، كل حاجه حصلت تخليها مشتبه بيها ينطبق عليا انا كمان. وبتقول له انت متخيل ان ثقتك دي هتصمد؟ قال لها مش عارف ثقتك انت اللي هتصمد ولا لا. وتشوي بيشاور لدو عشان تعمل حاجه، راحت ضربه سيونج عشان توقعها، والامير يلحقه فعلا. ايان شالها وقال لهم جيبوا دكتور. وسيونج بتعمل نفسها مغمى عليها، ويان بياخدها الغرفة. وقامت وقالت له احنا ابدعنا النهارده. قال لها ازاي يعني؟ قالت له كل ده هينتشر ان الملكه اتكلمت عن تشويه سمعتي وانت وقفت جنبي. وبيقول لها الخدم الملكي مش بيطلع اسرار العيله بره. قالت له انت مصدق ده بجد؟ ده زمانهم عملوا مسلسل من اللي شافوه ده. وبيكون ده اللي حصل فعلا. الخدم كلهم بيتكلموا عن ايان ويسيونج وعن حبهم لبعض. بعد كده ايان بيودعها عند الباب وبتقول له انت مش هتيجي؟ قال لها لا عندي شغل. قالت له طيب حاول ما تسهرش كتير، ولو حسيت باجهاد كلمني. والخدم بيكونوا متابعين كل تصرفاتهم. وبيفتح لها باب العربيه. استغربت، قال لها عشان هيكون كلامهم الكتير عننا ده في صالحنا. وبترجع مكان اقامه ايان وهي حاسه بالنصر وبتحتفل مع الخدم. بعد كده بيتكلم ايان وبيقول لها من بكره هيكون معاكي حرس ملكي. وبتقول له هو ده مسموح بيه واحنا لسه ما اتجوزناش؟ قال لها لا مش مسموح بيه. قالت له يعني ده تصرف جنوني من الامير اللي بيحب. بعد كده بتروح له وبيتقابلوا من على السور كده، وبيقول لها ما كنتش اتخيل اني هعمل كده في يوم من الايام. قالت له تصرف طبيعي، الامير مجنون يعني. وبتكون جايبه له شاي يساعده على النوم وكمان فيتامين مغنيسيوم عشان يقلل الارهاق. وبيكون مستغرب ده. قالت له انا هكون زوجة داعمة جدا خلي بالك.
وبيقرب منها، وإيان بيقول لها إنه عمل كده لأنه شاف حد بيصورهم، وسيونج بتتوتر وبتقول له هو لسه موجود. قال لها أيوه. قالت له خلينا نديله صورة أفضل من كده، وإيان بيضحك. بعد كده إيان بيكون عنده اجتماع بخصوص تأكيد الإشاعات المنتشرة عنه الفترة الأخيرة وارتباطه ببنت عادية، وبيكون الكل معترض، واللورد بيقول له لازم ننفي عشان سمعتك دي غير إنها بنت عادية، دي كمان غير شرعية أصلا. إيان قال له يعني ارتبط ببنت وكل عارف وانفي الحدث واقول اني بتسلى كده سمعتي مش هتتأثر يعني. ورئيس الوزراء جيو مين بيقول نأكد الحدث ونقول انهم شباب حبوا بعض عادي، لكن هننفي اي وجود لخطوبة او جواز وهناخد الموضوع ببساطة عشان يعدي بسهولة. واللورد بيقول البنت دي لازم تمشي من اقامتك الخاصة، وإيان رفض عشان حمايتها وانها دلوقتي بتتعرض للنقد السلبي كتير، وده على السوشيال ميديا. وكمان في ناس حدفوها بالبيض، وفوق كل ده اتصورت ورا القصر مع وجود الحراسة. في الوضع ده لو حصل لها حاجة بسبب انها بقت لوحدها انت هتتحمل المسؤولية. وقال انه ممكن ينفصل عنها او تكون زوجته المستقبلية. ومين قال له خلاص طالما هي هتقعد في اقامتك الخاصة عشان حمايتها انت هتقعد في القصر الملكي، ما ينفعش ينتشر ان القصر منقسم كده، هيكون الوضع خطير. والملكة الأم بتكون متعصبة ازاي توافق على ده، واللورد بيقول لها انت السبب عشان مش بتصبري، ووقوفك ضد الأمير خلاه يكسب الرأي العام. وكمان بقى في تعليقات سلبية كتير ضدك. قالت له هنعمل ايه؟ قال لها ما تقلقيش انا هتصرف. وسيونج قاعدة بتشوف الأخبار مع الخدم وبتعرف منهم ان هوانج اللي بيتكلم عن أخبار الملك وجوازه ده كان المتحدث الرسمي للملكة قبل ما يبقى بلاك ليست. وبتعرف انه بقى كده بعد ما قال ان موت الملك الكبير مؤامرة ومحاولة قتل مش حادثة. بعد كده سيونج بتشوف الجرايد مع ايان وبتقول له قلت لك نعيدها ونديهم زاوية احسن من كده. قال لها هو ده اللي فارق معاكي يعني؟ قالت له ايوه لازم يكون العنوان مثير او صريح بطريقة محدش يستوعبها عشان يطلع ترند. وبتتكلم كتير وايان سارح في ملامحها، وسيونج بتمسك وشه وبتقول له كل ما اتجوزنا اسرع كل ما كان طلاقنا اسرع. قال لا ما ينفعش الكلام ده في الجواز الملكي، كل حاجة لازم تاخد وقتها. قالت له لازم يكون سريع عشان ما نديش فرصة لحد يعترض. وبتقول له انت فاضي تيجي معايا مكان عشان نخلي الامور اسرع. وايام بيكون متوتر. بعد كده بتلبس كاجوال وايام بيكون لابس لبس رسمي. وكيم وتشوي بيستغربوا ان ايان وافق انها تروح معاه كده اصلا، وبيروحوا ماتش مع بعض من غير حراسة معاهم بس تشوي. وفي العربية بتخليه يمسك لها المراية عشان تظبط شكلها. بعد كده سيونج بتجيب له تيشيرت عشان يلبسوا زيها ويعملوا ماتشنج، بس تشي بيقول لها ده ممنوع. بالنسبة للأمير ما ينفعش يلبس حاجة تنحاز لجهة سياسية أو فريق معين، فبتتضايق وبتقول له تشي خلاص خد البسه انت هيبقى حلو عليك. لكن يان اخده منه وقال له مش هتلبس ده. وفي المدرج بيقابل اخوها ومراته بيكون باباها وزير العدل السابق، واللي هيسدد الرميه الاولى بيكون رئيس الوزراء مين. وسيونج بتكون فرحانه وبتشجعه. بعدها بيطلع لهم المدرج وكل الكاميرات عليهم حرفيا، وبيقعد جنبهم. وسيونج بتديله اكل مرضاش ياكل منه مع انه جعان. مين قال لها ممنوع انه ياكل حاجه غير في مطاعم عشان يضمن جوده الاكل. وبعد الماتش وهم طالعين سيونج بتحاول تستعرض قدام الناس وتتصور، لكن الحراس بيكونوا مغطيينهم من ناحيتين بالشمسية. ومين بيقول لها ايه رايك نتعشى سوا؟ بتوافق وبتقول لي ايان روح انت بقى انا هتعشى مع مين. قال لها هاجي معاكي. بتستغرب ده. قال لها يعني قدام الناس مش لطيف نكون جايين مع بعض ونمشي منفصلين؟ وبيكون شكله غيران عليها. وبيروحوا مع بعض مطعم بيعمل اكل ني، وايان برضه بيكون ممنوع من الاكل ده عشان بيكون خطر لان التسمم الغذائي في الاكل ده عالي جدا. وسيونج بتستغرب ده وبتقول له يعني ولا اكل ني ولا اكل من الشارع فين المتعه؟ وبتساله ممنوع تعمل ايه تاني. بيفتكر وهو طفل لما كان بيلعب مع اخوه جرب يلبس لبسه، وده بيكون لبس مخصص لولي العهد اللي هيكون ملك، بس يعني ما ينفعش ايان يلبسه. لكن طفل بقى مش فاهم حاجه وعايز يجرب ده ومبسوط. وبابا لما شافه ضربه جامد وفكروا بيتريق من سلطة ولي العهد، وكان في حاجات كتير بيتمنع عنها لأنه مش ولي العهد. بعد كده بنرجع للواقع وبيقول لسيونج كل براحتك عشان بعد جوازنا مش هتعرفي تاكلي الحاجات دي. بعد كده المربية تشوي بتقول له إنها تتولى تعليم سيونج الحاجات الملكية وتأديبها، وبيوافق وهو مش حابب ده أصلا، عارف إنها هتقرفها. وتاني يوم بتروح لها فعلا، بس إيام بيرن عليها وبتعمل نفسها بتكلم دو وبتخلع منها، وإيام بيفهمها الوضع. بعد كده تشوي قال لها انتوا لايقين على بعض، وايام بيكون مبسوط. وتيجو بيكون مع مراته متضايق من اخته عشان مكانتها الاجتماعيه هتكون اعلى لما تتجوز الامير، وكمان مش عايزه تاخد الشركه. ومراته قالت له الملوك والامراء مش بيمسكوا شركات اصلا، خلينا نساعدها تتجوز الامير عشان تاخد انت الشركه. بعد كده دو بتعرف من سيونج ان عربيتها الجديده في الصيانه وبتستغرب ده. قالت لها كتير عايزين يدمروا عربيتي. ولما بترجع البيت بتلاقي المربيه مستنياها لسه وبتقول لها تعليمات كتير، وايام بيجي وسيونج ما بتصدق بتجري بسرعه عليه عشان ينقذها منها. والمربيه تشوي بتقول له جيت ليه؟ مش المفروض تكون
هكون في القصر. قال لها همشي وانت هتمشي معايا، انت شغلك الاساسي في القصر هناك مش في تعليم سيونج اصلا. وتاني يوم بتكون قاعده لها برضه وبتحكي لها عن الوفيات المتتاليه في حياه الامير، مامته وباباه واخوه، عشان كده قرروا تكون الجنازات خاصه من زمان. والسيونج بتعمل نفسها متأثرة جدا عشان إيان وبتعيط عشان تهرب منها، وبتروح أوضتها تبحث عن العيلة الملكية، ولما بترن على إيان مش بيرد. وفي الوقت ده بيكون إيان مع الملكة الأم وجايباله بنت يتعرف عليها، وبتقول له إنها مش هتعرف تروح معاه فعاليات بكرة وعايزاه ياخد البنت دي معاه. وسأل المربية الملكة عندها إيه، ما ردتش عليه، فطلب منها تجيب دكتور يشوفها 3 مرات في اليوم ونمنع المقابلات الشخصية عشان لو عندها حاجة معدية، وبيقول لها ارتاحي وأنا هروح بكرة لوحدي، وبيمشي والبنت بتتحرج. بعد كده بيقول لتشوي يعرف كل المعلومات عن البنت دي واهلها، وتشوي بيعرفه ان سيونج رنت عليه وبيكلمها، بس قبل ما تتكلم قال لها انه مشغول، وكانت هتتعصب عليه بس هدت نفسها وقالت له بص اللي قاله لك ده مش هقوله تاني، انا هكون جنبك دايما ومش بقول كده عشان معجبه بيك او كده، عشان ما تفهمش غلط، بس الزوجه لازم تقف جنب جوزها. وبيقفل وبيكون مبسوط. بعد كده بيروح ياخد الملك من المدرسه، والملك بيقول له ايه جابك النهارده مش الحد؟ قال له عشان مش هكون فاضي فهنخلي درس التاريخ النهارده. قال له ما نأجله وخلاص. وهم في العربيه شايف الاطفال بيجروا سوا وبيلعبوا، وبيكون حزين وبيحس انه عايز يلعب هو كمان زيهم، وبيقول للوزير يوديه مكان إقامة عمه، وبيروح بيكون إيام مش موجود. والسيونج قعدت تلعب معاه وقالت له اللي هيخسر هيحقق أمنية للفايز، وكلهم بيلعبوا معاه لحد ما بيتعبوا. بعد كده الملك بيقول للسيونج أنا فزت وأنت هتحققي لي أمنية زي ما وعدتيني. وبيكون عايز يركب عربيتها دي، وبيكون مفيش منها غير واحدة بس في كوريا كلها، عشان كده الطفل عنده فضول عنها، وبيكون ده ممنوع برضه، لكن لما بيرفضوا بيزعل وبيرمي نفسه في الأرض فبيوافقوا. وبيطلعوا عربيات قدامهم ووراهم للتأمين، والمفروض السرعة ما تعديش 60. والمربية بتاعته هتكون معاهم على التليفون طول الوقت. وفي الوقت ده ايام بيكون رايح لسيونج اصلا. بعد كده الملك بيكون مش مستمتع لانهم ماشيين بالراحة، فسيونج بتسرع شوية عشانه، لكن لما بتيجي تدوس فرامل العربية بتكون اسرع اكتر وبتخرج عن السيطرة، وبتكون أسرع من العربيات، وبتكون هتعمل حادثة أكتر من مرة. بيقرب جنبها بالعربية بتقول له إن الفرامل باظت، والملك بيخاف وبيعيط، وسيونج بتقول له يقفل شباك العربية. بعد كده سيونج بتطلع على جسر وبتحك بالعربية في الجنب عشان تهدي سرعتها أكتر، وبتيجي عربية تمشي قدامها بالظبط عشان توقف العربية، لكن عربية سيونج بتحركها معاها ومش بتقف برضه. فمش بيكون في حل تاني غير إن العربية دي تقف بعرض الطريق عشان سيونج تخبطها وتعرف توقف العربية. وبيكون اللي في العربية دي إيان، وبينزل من العربية ووشه متبهدل خالص. وفي القصر الملكة الأم بتعرف بالحادثة وراحت المستشفى وقابلت وقالت له دي محاولة اغتيال ولا إيه؟ قال لها ما تقلقيش وإن الملك كويس، مجرد كدمات بسيطة. بعدها بتطمن على ابنها وسألت على إيان، وإنها سمعت إنه كان في الحادثة. قال لها إنه في العمليات أخذ الصدمة كلها في كتفه، لأن عمل اللي يقدر عليه عشان يوقف العربية. بعدها مساعد قال إن الصور انتشرت على الميديا، سأله عن سي يونج، قال له إنها لسه فاقدة الوعي لكن فحوصاتها كويسة، وعرفوا إن الصور من مسافة بعيدة وهم شغالين على حذف الصور بعد نزولها. والملكة سمعت الكلام وقالت سيونج إيه علاقتها بالحادثة؟ هي العربية اللي عملت الحادثة بتاعتها. بعدها الملكة ماشية قال لها رايحة فين؟ قالت له هو أنا أعرفك أنا رايحة فين؟ قال لها قرار الحكيم إنك ما تروحيش أي مكان دلوقتي، والناس عارفة إن عربية سيونج كانت متورطة في الحادثة. قالت له إيه المشكلة في كده؟ قال لها الملك كان في عربيتها، والأمير الكبير عمل الحادثة عشان ينقذهم وارتكب مخالفات مرورية صعبة، ولو انتشر الكلام ده هيبقى فيه لوم على الملك الشاب. الملكة قالت له انت عايز تحمي البنت دي ولا ايه؟ قال لها انا بحاول احمي التاج. بعدها الدكتور بيطمن تشوي والمربية وان ايان هيبدأ يفوق من البنج خلال ساعة وهيكون في غرفته، وتشوي قال له عرفت انه مش هيعرف يستخدم كتفه الفترة، والدكتور بيطمنه. بعدها بيطمن على سيونج وبتكون لسه فاقدة الوعي، وقال لمساعده يزودوا الامن في الدور اللي هي فيه ويعرفوه لما تفوق. بعدها الملك بيروح لسي يونج وافتكر لما طمنته وقت الحادثة ومسك ايديها، وسي يونج بتفوق وبتتخض وبتقول له انت كويس؟ في كسور ولا حاجة؟ قال لها انا اسف كل ده لاني كنت مصمم نمشي بالعربية بتاعتك. قالت له المهم ان انا وانت بخير، وسألته عن ايان قال لها طمني كان فايق وهو داخل غرفة العمليات. وسي يونج بتتصدم انه دخل العمليات وبتروح لغرفته بسرعه تطمن عليه، وسالها كنت فاقده الوعي انت عامله ايه دلوقتي؟ وبيطمن على جرحها، وقالت له ما تخاطرش بحياتك تاني، عايزاك دايما بخير وتكون في ظهري، كنت محظوظ المره دي، تخيل لو كانت حياتك في خطر. قال لها وعديني تحافظي على نفسك وانا اوعدك ما تهورش تاني.
وتاني يوم تيجي ومراته بيعرفوا اللي حصل من التلفزيون، ودو راحت المستشفى تطمن على سي يونج لكن الامن بيمنعها، وسي يونج جت لها واخدتها لغرفتها، ودو طمنت عليها وورتها ان اسهم الشركه وقعت بسبب الحادثه دي، وابوها عايزها تروح له اول ما تخرج من المستشفى، وسي يونج بتستغرب انه عارف انها في المستشفى وما اطمنش عليها بمكالمه لا هو ولا اخوها، وعرفت دو ان العربيه سرعتها زادت لوحدها وفقدت السيطره عليها، ودو عايزه تعمل مؤتمر صحفي توضح ده. قالت لها لا كان معايا الملك، ودو اتعصبت وقالت لها خلينا نعيد التفكير في الجوازه دي من يوم ما الامير دخل حياتك والمصايب فوق دماغنا، وكنت هتموتي امبارح. سيونج قالت لها الامير هو اللي انقذني اصلا. دو قالت لها انتم بالغين في علاقتكم ليه كده، كده هتنفصلوا بعد 3 سنين. ومين جو يسمعهم، وسيونج بتتصدم. بعدها دو بتكون مع تشوي وسالته الشغل في القصر كويس، قال لها تتوظفي عندنا ولا ايه؟ قالت له لما سيونج تيجي القصر هاجي معاها، وتشوي بيكون معجب بيها. بعدها سيونج قالت لمين ان جوازهم هيكون مصلحه للطرفين ودي بتحصل ما تكبرش الموضوع. قال لها ده مختلف خالص، انت مش عارفه خطوره القصر والحادثه دي. قالت له انا كويسه وانت فاكر ان انا اتقدمت له وانا مش عارفه؟ ومين استغرب انها هي اللي طلبت منه الجواز، وقالت له انها اتقدمت 3 مرات في الاول، وان عندها كل حاجه الا المكانه ودي الحاجه الوحيده اللي مش بتملكها. قال لها سبب انك اتقدمتي له وهو المكانه بس؟ قالت له هيكون ايه غير كده؟ قال لها خلاص لو عايزه المكانه اتجوزيني انا بدل منه. وسي يونج مصدومه من كلامه. بعدها الامير رجع بيته ومين جاله، وسي يونج مستغربه ان ايان خرج من المستشفى ومعرفهاش. دو قالت لها انها شافته واقف قدام بابها وقت لما كان من عندها، وسي يونج افتكرت لما من طلب منها انه يتجوزها بدل ايان، وبتصوت بصوت عالي. بعدها بتروح القصر، لقت الخدم مخرجين كل حاجاتها بره بتعليمات من الامير وانها تكون في بيتها افضل، وبتتصل بيه ما بيردش. والامير يفتكر لما سمع من بيقول لها تتجوزيه عشان المكانه وبس، خلاص اتجوزيني انا بدل منه. بعدها سي يونج بعتت له رساله اتكلم في وشي افضل من كده. وتاني يوم بتروح القصر واتقابلت مع الملكه، والملكة قالت لها مهما كان المعلم عظيم في حاجات لا يمكن يتعلمها ببساطة، وسي يونج مش فاهمة هي قصدها ايه. بعدها سي يونج مع ايان وقالت له انت طردتني ليه؟ هو انت سمعت حاجة؟ قال لها حاجة ايه؟ قالت له ايه السبب لكده؟ قال لها في حد خرب عربيتك وفي تحقيق على ده وهنقبض عليه، وعشان كده اغير الخطة خلينا نلغي الجواز. سي يونج استغربت وسألته الملكة الام هي اللي طلبت منك كده عشان الحادثة؟ طيب انت قلت في حد خرب عربيتي، يعني انا ضحية برضه؟ قال لها هو ده السبب، لو اتجوزت حد زيك بيكسر القواعد وليه اعداء في كل مكان التاج هيسقط. بعدها تيجو بيسخن ابوها عليها وبيقول له اكيد كانت سكرانه وقت الحادثه، مفيش حد يعمل كده، وهي بتحاول تلفت الانتباه من يوم ما عرفت الامير وشركتنا هتنهار، وده كله بسبب تصرفاتها الغريبه. وبتيجي سي يونج وقالت له عايز تستولي على الشركه. ابوها قال لها بتتكلمي مع اخوكي كده ليه؟ فسري لي الموقف ده. قالت له مفيش حاجه فسرها، كل حاجه واضحه. قال لها تتحملي العواقب. قالت له هقدم بيان صحفي قريب، مفيش كحول ولا مخدرات. ابوها قال لها سمعت انهم نقلوا كل اغراضك بره القصر النهارده. قالت له انت بتراقبني؟ ده مجرد خناقه بين عشاق. قال لها هو اخد اللي هو عايزه منك، يظهر انه ملوش طمع في الحكم وبعدها يطردك. قالت له الاستفاده من الطرفين، اسهمنا زادت بعد خبر جوازي منه. اخوها قال لها كل حاجه انهارت النهارده. وسيونج قالت لبابا طبيعي قابلنا بعض الضربات مش هتقتلنا يعني، ولو هنموت ده طبيعي ولا انت مخطط تعيش للابد؟ المره الجايه ابعت لي رساله بدل ما نقعد نتكلم كده اذا كنت هتتعامل معايا بالشكل ده. وبتمشي وبابا بيتعصب. بعدها تشوي سأل إيان انفصلتوا ليه؟ قال له عشان أحافظ على حياتها. وإيان بيفتكر لما مامو عملت حادثة وماتت، وافتكر لما أنقذ سي يونج وقال اللحظة دي غيرت كل حاجة. تشوي قال له ده مش خطأك؟ قال له لا خطأي. وافتكر لما مين قال له اللي حصل في العربية ده بفعل فعل، وما تقلقش هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أحمي جلالتك وأحمي التاج، وفي المقابل ده هطلب منك طلب تحمي سي يونج بإنك تبعد عن القصر. وإيان قال لتشوي عايز أعمل لها حاجة تكون هدية وداع. وتاني يوم بيكون في تجهيز لحفل سيدات الحريم الداخلي، وده من أيام عصر جيسون. والملكة الأم بتراجع أسماء الضيوف وقالت يلغوا الشخصيات المثيرة للجدل، وطلبت تعرف تفاصيل عن عيلة شخصيين من الضيوف ومين بيراجع الكشف، وكلهم من الطبقة الغنية، وقال كلهم يموتوا في سبيل الهبة الملكية ودي الحاجة الوحيدة اللي ما يقدروش يشتروها بفلوسهم. وسيونج عرفت من المساعد بتاعها إنها مش من ضمن المدعوين، وقال لها ممكن يدعوا شخصيات بره دول لو بدعوة خاصة، وأنت عندك معرفة هناك. وتشوي جالها فعلا بدعوة خاصة للحفل وبتكون مبسوطة جدا، لكن بتستغرب إنهم باعتين ليها دعوة خاصة. تشوي قال لها خبر الانفصال هينتشر قريب ومش عايزينهم يتكلموا ان القصر مسؤول عن انفصالكم. قالت له يعني تمثيل مسرحية قدام الجمهور. وتشوي فرجها اللبس الرسمي، قالت له شكرا مش هاجي الحفلة. بعدها تشوي عرف ايان ان سيونج رفضت الدعوة، وايان بيفتكر لما كان مع الملكة الام وقالت له عرفت انك مشيت سيونج، قال لها عشان احميها. قالت له اتأكد ان ما عادش ليها اي صلة بالتاج. قال لها دي نيتي ومش هتجوزها، بس في المقابل ابعت لها دعوة للحفلة، مش عايزها تعاني بسبب فراقنا.
بعدها قالت شوي يستدعيها تقابله، وسيونج رفضت وقالت مين ده عشان يستدعيني. ودو قالت لها انت متضايقه عشان اتطردتي، كل ده تمثيل من الاول اصلا، واخده الموضوع جد ليه دلوقتي؟ سيونج قالت ابويا كان معاه حق، انا سيده اعمال المفروض اكون اذكى من كده واعمل عقد بيني وبينه. وايام بيحاول يكلمها ما بتردش، وتشوي قال له سيبك منها، هي مش عايزه منك حاجه، انت برضه طردتها بطريقه مهينه. بعدها دو قدرت توصل للشخص اللي بوظ عربيه سيونج وعرفتها، وسيونج قالت لها شوف المتجر اللي قدام الورشه ده اكيد اشترى منه حاجه، وشوف الكاميرات اللي هناك واكيد ملامحه هتكون اوضح فيها. بعدها ايام بعت لسيونج رساله تكلمي في وشي مهما حصل. بعدها اتقابلت معاه وقال لها انت خايفه تحضر الحفله عشان اللبس والبروتوكول؟ قالت له انا بكسر كل القواعد وليا اعداء في كل مكان، عايزاك تديني سبب واحد ليه خاطرت بحياتك عشان تنقذني. وبعد كده لغيت الخطوبه ودلوقتي عايزني اجي حفله في القصر. شخصيه منفصمه. قال لها انا بحاول احميكي، احنا مش متجوزين حتى، وتعرضت لهجوم اكتر من مره، ولما ينتشر خبر الانفصال هتسوء الامور اكتر، عايزك تبعدي عن الخطر. قالت له انت جبان، وقامت تضرب بالسهم قطه من قططه وقالت له احميها، ولحق السهم واتعور. قالت له لما بتحاول تحمي حد بتعمل كده، بتبدا بالهجوم وترد الضربه. وبعدها ربطت الجرح اللي في ايده. ويانا قال لها ما تعرفيش تنحني ابدا. قالت له انت ما تعرفش الا الانحناء، ليه تخسر قدام حد اقل منك؟ انا طلبت منك المكانه بس، مش مكان مريح استخبى فيه من العالم. ما تنحنيش لارادتهم وما تتراجعش وما تتنازلش عشان ناخد اللي احنا عايزينه احنا الاتنين. بعدها تشوي بيلزق جرح ايان وقال له دي ست صعبه وتجاوزت الحدود، وقلت لك. ايان قال له قلت لك انا عورت نفسي، ملهاش دعوه وما تجاوزتش الحدود اصلا. بعدها فريق سيونج عرف ان المتهم حاسب في المتجر بكاسل باي، ومدير البنك ده يبقى تيجو. وسيونج طلبت من اخوها يساعدها وقالت له ان الشخص ده حاول يقتلها. بعدها مين بيفتكر لما طلب من سيونج الجواز، ووقتها قالت له اتجوزك انت ليه؟ قال لها ليه لا، انت قلتي مفيش مشاعر عندك تجاه حد. قالت له هو مختلف، هيفضل من الاسره الملكيه مدى الحياه، ومين بيكون حزين جدا. بعدها المربيه قالت ليان عرفت من تشو اللي حصل بينك وبينها، خليها تنتصر اذا قدرت، هي تحت التدقيق من محكمه الراي العام. بعدها يان كلم سيونج وقال لها الدعوه اتبعتت عشانك. وسيونج قالت له انا اسفه، مش قصدي اذيك ولا اذي القطه. قال لها عارف، وانا كمان اسف لاني ما وفيتش بوعدي. قالت له المهم انك عارف. بعدها سيونج وافقت تحضر الحفل، وتشوي قال لها للاسف انت مش متجوزه، ومفيش لقب، هتكوني في اخر القاعه وتكوني في الاخر بين الضيوف دايما. بعدها يان كلمها وراحت تقابله وقالت له عايزني امشي اخر واحده؟ قال لها انا كنت بمشي خلف الاخرين دايما. قالت له محتاج بس تمشي جنبي هعلمك. والحفل بيبدأ ومرات تيجو بتتابع، وتيجو جو قال لها عرفت اللي بوظ عربية أختي لكنه مات امبارح. وفي الحفلة الملكة الأم سمعت ستات بيتكلموا في حق العيلة الملكية، وشافت مكان سيونج فاضي وقالت لهم ما تتجرؤوش تتكلموا علينا كده تاني. وسيونج بتوصل بلبس غير المتعارف عليه في الحفلة، وكمان لابسة أبيض، المفروض ده اللون المخصص للملكة الأم بس. وحواليها الصحافة في كل مكان، والملكة الأم قالت لها فين اللبس الرسمي؟ قالت لها عرفت إنه مش إلزامي في الحفل، هو لبس مش مناسب ليكي. الملكة قالت لها ازاي مش مناسب ليا. بعدها بتكون الملكة مع الضيوف في جولة في حديقة القصر، والجو حر، وسيونج لبسها تقيل ومخنوقة وفي آخر الصف. وفي الوقت ده جه إيان وقال لسيونج من فضلك علميني بعد ما بقيت جنبك، وأنجزها قدامهم ومشي معاها وأخدها لأول الصف بعد ما كانت في آخره. وبعدها بيجهزوا للجزء التاني من الحفلة، وإيان واقف بيستعجل سيونج. بعد كده بنشوف مين داخل الحفلة مع الملكة الأم، والبنت اللي الملكة عايزة تجوزها لإيان موجودة وبتشكرها على الدعوة. والملكة بتقول لمين ايه رأيك فيها كزوجة لإيان. وقبل ما يتكلم الخدم بيعلنوا حضور إيان، وبيدخل هو وسيونج وبيكون شكلهم لطيف جدا، والملكة بتبص لهم عشان يبدأوا عزف، وإيان بيرقص مع سيونج وكل عينه عليهم. والملكة بتقول لمين إن إيان هو اللي طلب كده، وإن شكله عايز يقدم لها هدية وداع. ومين بيكون متضايق جدا وهو شايف إيان وسيونج بيرقصوا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا الأمير بيركع على الأرض وبيعرض الجواز على سيونج، وسيونج بتتوتر والملكة بتتصدم والناس مبسوطة عشانهم. وسيونج بتوافق والامير بيلبسها الخاتم، وبنعرف ان ده خاتم الملكه مامته اصلا. بعد كده ايام بياخد سيونج ويروح قدام الملكه عشان يبارك لهم على الجواز، والملكه الام بتبص للملك ابنها عشان يرفض لكن وافق على الجواز وتمنى السعاده لعمه سيونج. والملكه متضايقه جدا، ومين بيكون مخنوق والملكه الام بتيجي تقول له لازم تعارض الجوازه دي، انت املنا الوحيد بصفتك رئيس الوزراء. قال لها التاج ومجلس الوزراء ما ينفعش ينفصلوا عن بعض، وبيسيبها ويمشي. بعد كده في بنات بتروح تبارك
ايان وسيونج وبيكونوا بيحقدوا على سيونج لانها تتجوز الامير. بعد كده ايان بيروح للملكة الام وبيرقصوا سوا، بتقول له مين يصدق انك موهوب في الخداع كده. قال لها انا كنت صادق في كلامي اللي قلته حتى لو انت مش مصدقه. وبتقول له انها مش موافقة على الجواز. قال لها تخرجي عن امر الملك يعني؟ انا بس كنت عايز جوازي يكون على مزاجي مش اكتر. قالت له جواز الامير الكبير مش امر شخص كده. وايام بيتكلم عن تغيير وصية اخوه. الملكة بتدخل في صمت وبتتصدم انه عارف عن وصية اخوه. ايام بيقول لها ابتسمي كده الناس بتتفرج علينا. وسيونج بتروح تتكلم مع منو وبيفتكر ذكرياته معاها زمان ايام المدرسة ولما انقذها وهي محبوسة في الاسانسير. بعد كده بنرجع للواقع وبيرقصوا سوا. قالت له انت لسه رافض الجواز ولا ايه؟ انا لو خسرتك مش هيبقى في حد جنبي. قال لها وعديني ما تكذبيش عليا تاني وانا هكون جنبك دايما. بعد كده سي يونج مع ايانو مبسوطة بالخاتم وبتقول له انت متأكد انك هتديني الخاتم بتاع مامتك ده؟ قال لها لا ده كنز وطني، لما نتطلق هاخده منك تاني. قالت له خلاص يا عم خده دلوقتي. وقالت له انت شكلك كنت المفضل عند مامتك. قال لها ازاي يعني؟ قالت له اختارتك انت عشان تديك الخاتم مش اخوك الكبير ولي العهد. قال لها بابا عمل مشاكل كبيرة وقتها عشان كده، لانه كان مش عايزني اخد حاجة خالص. بعد كده دو مع تشي وبتلاقيه قاعد مركز مع الورد جدا. قالت له باباها ومامتها عندهم محل ورد وبيكون مبسوط بده جدا. وبتيجي سيونج وايان ودو بتوريها الكلام اللي نزل عنها هي وايان بعد عرض الجواز اللي حصل، وبتكون مبسوطة جدا وبتوري لدول خاتم. وايان متابع تصرفاتها ومبسوط. بعدها تيجي ومراته بيعرفوا عن جواز اخته، ومراته بتكون مبسوطة انهم كده يعتبروا من العيلة الملكية. وتيجو بيفتكر الميكانيكي اللي بوظ عربية سيونج ومات ده وبيكون قلقان جدا. بعد كده اللورد بيروح يقابل الملكة الام وبتقول له ايان يعرف عن الوصية بس اعتقد ما عندوش دليل، فاكيد عمرنا ما هنتحد ابدا. وبتفتكر لما الملك كان بيتنازل عن العرش لايان وقالت له افضل انك تموت احسن ما تتنازل عشان خاطر ابني. وبتفتكر الحريق اللي مات فيه وبتقول للورد ان الحريق وقتها اكل كل حاجة حرفيا وايان اكيد ما عندوش دليل. وبتقول انهم مضطرين يوافقوا على الجواز عشان هتكون سي يونج نقطة ضعفه والافضل انها تكون قريبة عشان نقدر نوصل لها. وبعدها تيجو بيسخن ابوه على اخته كالعادة وابوه بيشوف الاخبار عن سي يونج وبيكون متضايق. بس في الاخر قال لمرات ابنه كلمي ابوك عايزين نحط حد تبعنا في القصر عشان سي يونج تلاقي شخص تعتمد عليه هناك. وبتستغرب انه بيحب بنته كده، هي كانت مفكرة انه بيكرهها من معاملته ليها. وتيجو قال لها لا عادي وشخصيته كده وما بيحبش حد ينتقدها اصلا. وبيروح لسيونج وعنده امل تتخلى عن ادارة الشركة ليه بعد ما تتجوز الامير. وبيعرفها ان اللي بوظ عربيتها مات وبتتعصب جدا ان مش هي اللي قتلته. وبتدخل دو تقول لهم ال5 دقايق خلصوا يلا اتفضلوا. بعد كده سيونج بتكون في مؤتمر صحفي عشان تعلن عن تفاصيل علاقتها بالامير الكبير وبتتكلم كانها بتموت فيه. وبتزود في الكلام وبتحاول تظهر الخاتم اللي في ايديها في الصور. بعد كده سيونج بترجع مكان اقامة الامير الخاص والخدم بيكونوا مبسوطين برجوعها. بتكون واحدة منهم بتساعدها في ترتيب شنطتها ودو بتدخل بتقول لها سيب الباقي انا هعمله وبتطلعها بره. وسيونج بتفتكر لما ايان قال ان الملكة عندها جاسوسة في الخدم هناك وبيكون اسمها لي. وتشوي قال له قلت لك اطردها. دو قالت له لو طردتها هيبعتوا غيرها. وبتقول لسي يونج هاجي اقعد معاك هناك وبتستأذن من ايان وبيوافق. بعد كده بنرجع للواقع وايان بيكلم سي يونج ويقول لها تيجي القصر بكره عشان ترتيبات الجواز. والصبح بتروح بيكون من هو كمان جاي عشان ترتيبات الجواز. وايان بيكون متضايق منه وغيران من طريقه تعامله مع سي يونج وقال لمن دي هتبقى مراتي وخلي بالك من تصرفاتك. من قال له مفيش داعي للشكليات دي قدامي. ايان استغرب كلامه وبيبص لسي يونج قالت له ان من عارف كل حاجه. وايان بيتعصب جدا. بعد كده بيقول لها هو انت اي حد كده تثقي فيه؟ قالت له لو هنحسبها بالطريقه دي فالمنطقي اثق فيه هو اكتر منك لانه معايا من طفولتي، لكن انت ممكن تسيبني في اي لحظه حسب مزاجك ده. انا حتى كنت عايز اعمل عقد بينا بس بمنع نفسي وبيتضايق جدا. وبيقول لها ماشي نعمل عقد وبيقعدوا فعلا يعملوا. بعد كده بيسمع المربيه بتقول ان الملكه جايه وبيلموا الورق بسرعه قبل ما تدخل. والملكه بتقول لهم جيت لما عرفت ان انتوا مع بعض هنا، تعالوا نتعشى سوا ده احنا هنبقى عيله واحده قريب. وفي مكان تاني دو وتشوي بيتعشوا سوا وتشوي بيكون قلقان ان ايان وسي يونج يحبوا بعض بجد. ودو بتقول له مستحيل تحبه ما تقلقش ده مش نوع الرجاله اللي هي بتحبه اصلا. وبيسالها عن نوع الرجاله المفضل ليها هي وما بتردش عليه. وسيونج وايان بيروحوا يتعشوا
بيتعشوا مع الملكة فعلا وبتستهبل وبتقعد تتكلم عن طفولة ايان وانه كان بيكتب رسائل اعتذار دايما. وسيونج بتقول له ده انت كنت مشاغب بقى، ومفكرة ان الملكة بتتكلم عادي وبتهزر لحد ما قالت له يا ترى ابوك كان هيقول ايه عن الجوازة دي. ايان قال لها كفاية كده، قالت له اكيد كان هيطلب رسالة اعتذار برضه، هو ما كانش عايزك تقف في طريق اخوك، اكيد ما كانش هيسمح لك تقف في طريق ابن اخوك دلوقتي. هو انت تقدر تقول انك بريء من موت اخوك الملك اصلا؟ إيه اللي بيدور في دماغك دلوقتي لما بتبص للملك الصغير؟ اكيد عايز تخلص منه زي ما خلصت من اخوك. وايام مش بيرد عليها، بيكون واضح عليه الحزن جدا. وسيونج بتلاحظ ده وبتمسك ايده عشان تهديه، وبتقف وبتقول للملكة الام احنا هنمشي بقى عشان شوية وبوابات القصر هتقفل. وبتطلع هي وايام بره وبيقول لها انت ماشية بسرعة ليه؟ اهدي. قالت له انا ماسكة نفسي بس عشان احنا لسه ما اتجوزناش مش اكتر. قال لها كنت هتعملي ايه يعني؟ قالت له كنت هجيب الملكة من شعرها. بيكتم بقها بسرعة عشان محدش يسمعه. بتقول له اصبر بس لما نتجوز هبعد كل حاجة في طريقك. قال لها يلا نمشي من هنا، مش عايز اقعد في القصر النهارده. وبيسوق العربية وبتكون قلقانة عليه عشان كتفه، وبيقول لها انا بحب السواقة، انا ممنوع اجري وممنوع اركب عجل بس عادي اسوق، فخليني استمتع بالسواقة، على الاقل لما بمشي بسرعة بتحسسني اني بطير. قالت له عايز تطير بجد؟ وبتاخده مكانه وبيقول لها ايه اجرت يخت عشان تعرض عليا الجواز هنا ولا ايه؟ قالت له المسلسلات بوظت دماغك، ده بتاعي اصلا. بعد كده بيقول لها الاسره الملكيه مش مسموح ليها تاكل غير في مطاعم معتمده، راحت حاطه الاكل في بقه غصب عنه. قالت له ممنوع تتجوز حد عادي، ليه هتتجوزني بقى؟ اعمل اللي انت عايزه النهارده على الاقل، هو اصلا ما فيش حد غيرنا هنا. وبتديله اكل وبياكل وهو مبسوط. بعد كده بتاخده ويطلعوا يقفوا على اليخت على الطرف كده، وبيكون خايف عليها وبيمسكها عشان ما تقعش، وبيقول لها ده خطر جدا انزلي. قالت له امسكني بس كويس وانا مش هقع. وبيضحكوا وبيستمتعوا بالهوا مع بعض. وبعد كده بتقول له تعالى نبدل، يلا اقف انت هنا وانا همسكك. بس بتقع اصلا وبيلحقها وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيرقصوا سوا وبيكونوا مبسوطين مع بعض جدا. بعد كده بيوصلها لمكان إقامته الخاص، والخدم بيكونوا مستنيينهم. وسيونج وإيام بيكونوا متوترين، وبتدخل غرفتها وهو كمان بيدخل غرفته، وبتكون مش عارفة تنام من التوتر والتفكير في اللي حصل بينهم، وإنها ما كانتش المفروض تعمل كده. وإيان في الوقت ده بيكون في أوضته بيفكر فيها ومبسوط. وتاني يوم الصبح سيونج بتكون ماشية بتتسحب كده قبل ما حد يشوفها، لكن إيام بيجي يقولها بتعملي إيه؟ بتتخض. وبتكون هتقع من على السلم، وإيام بيلحقها وبيقول لها رايحة الشغل ولا إيه؟ بتقول له أيوة عندي شغل كتير ولسه هختار خليفتي في الشركة. وبتمشي بسرعة وبيضحك على طريقتها. بعد كده سيونج بتقابل من صدفة في مكان وبيقول لها استني أوصلك، وبتقول له أنا كنت هاخد تاكسي. وإيان اتصل عليها وقال لها فينك؟ المفروض عندنا ميعاد عشان تحضيرات الفرح بس كنت بتقولي مشغولة. وبتقول له لا معايا وقت. وبيسمع صوت من جنبها وبيتضايق. وسيونج بتقول له هكلمك تاني. وفي الطريق بيتكلم من عن إيان وبيلاحظ إنها معجبة بيه. قال لها ما تتعلقيش بيه قوي كده، ده هيرفع من تكاليف الطلاق سواء بالفلوس أو السمعة أو حتى قلبك. وبتتصدم من كلامه وبتقول له انت مفكرني هبلة ولا ايه؟ وبتنزل من العربية تدخل شركتها، وبتقول له دود جهز ارقام الشركات التابعة لشركتها وترتبها حسب الايرادات عشان هتعمل لهم زيارات وتفكرهم انها مش هتتخلى عن الشغل، هي هتتجوز بس هتتابع الشغل والايرادات برضه يعني. والملك بيكون معاه تواريخ عشان يختار منهم تاريخ مناسب لجواز الامير الكبير، وايام بيجي يختار معاه وبيخليه يحدد اليوم اللي هو عايزه. وسيونج بتقرر تدي مكانها لاخوها عشان تثبت انه فاشل وعبيط وهي احق بالمكان ده، وتعرف ترجع لمكانها تاني عادي بعد الطلاق. بعد كده بتروح القصر عشان تجهيزات الفرح وبتعمل بروفا على اللبس، وبيكون واضح عليها التوتر. وايام بيبعد شعرها كده وبيوترها اكتر وبيفكروها تعبانه. قالت لهم لا انا حرانه بس، والخدم بيخففوا حراره الغرفه شويه عشانها. بعد كده تشوي قال لهم ان عندهم فحص طبي وانه هيجهز لمراسم الخطوبه وهيروحوا زياره لبيت اهلها. والسيونج بتتصدم من ده وقالت ليه؟ قال لها دي العادات، وبتكون قلقانه من باباها واخوها. ودو بتقول انهم بلغوا باباها واكدوا الميعاد. وتشي بيروح بالهدايا والمرسوم الملكي، وابوها بيكون مش طايق وشه كده وبيوضح لهم الاجراءات. وابوها بيقول له انجز لان انا لاغي اجتماعين عشان المقابله دي. في الوقت ده سيونج بتكون مع ايان عشان الفحص الطبي، والدكتور ده بيقيس نبضها. وتشي بيقول لها على الفحوصات اللي هتتعمل في المستشفى لسه عشان الجواز، وبتتوتر ونبضها بيعلى. والدكتور بيقول لهم انه النبض مرتفع وبيقلقوا عليها وبيسالوا ده حصل قبل كده ولا ايه؟ قالت لهم لا. ودو بتقول لها ممكن مضاعفات الحادثه ولا ايه؟ سيونج قالت لها اسكتي انتي. وايان بيكون واخد باله وبيقول لهم اطلعوا عايزه اتكلم معاها لوحدنا. وقال لها متضايقه ليه؟ قالت له مفيش حاجه انا كويسه. قال لها متضايقه من اللي حصل امبارح؟ قالت له لا ده وضع طبيعي في الاجواء دي، اي حد هيعمل كده.
قال لها لا مش طبيعي بالنسبة لي، ده حصل عشان انت معايا بس. بعد كده الملكة بتتمشى مع ايان وبتقول له هو انت متضايق؟ قال لها لا هتضايق ليه؟ قالت له يعني عشان اللي قلته امبارح. قال لها لا مش متضايق. قالت له طيب اتخانقت مع سيونج؟ قال لها نفسك اتخانق معاها انا عارف، لكن لا برضه ما اتخانقناش. قالت له انا بس قلقانة لانكم من طبقات مختلفة فالتوافق بينكم مش هيكون سهل. قال لها انت واخويا كنتوا من نفس الطبقة اهو. وسألها حققتوا السعادة؟ وبتفتكر لما كانوا معزومين هي والملك وبتكلموا قال لها روح انت لوحدك، وبتكون متضايقة جدا. وايام بيجي يقول لها ايه اخويا هرب تاني ولا ايه؟ قالت له ايوه. قال لها خلاص نقول انه تعبان وهاجي معاك انا بداله. قالت له بس ابوك هيهزقك؟ قال لها مش مشكله، كده كده بتهزق كل يوم. وبنرجع للواقع وبتقول له هو في مكان للسعاده في زواج ملكي اصلا. بعد كده سيونج بتكون في غرفتها بتفكر في كلام ايان وبتكون هترن عليه، بس بترجع في كلامها وبتقول لنفسها بلاش هبل، كده كده هنتطلق. وإيان في غرفته بيشوف عقد الجواز اللي بينهم وبيكونوا محددين إن فترة الجواز هتكون أكتر حاجة 3 سنين. بعد كده اللورد بيكون قاعد بيفتكر يوم الحريق ويفتكر لما دخل للملكة الأم بيلاقيها قاعدة بتعيط، وقالت له إن الملك تخلى عن العرش لإيان وعمل المرسوم الملكي كمان، وقالت إن اللي عملته ده لصالح ولي العهد، وسألها عملت إيه؟ قالت له حرقت كل حاجة. وبنرجع لأيام بيكون بيحط العقد في الخزنة وطلع الورقة المحروق جزء منها دي، وبيكون ده المرسوم الملكي بتاع أخوه بالتنازل عن العرش ليه. بعد كده تيجو بيحاول يقلد إيان في تسريحة شعره بالشكل ده كده، بس بيكون شكله أهطل. وبتكون سيونج مع إيان في الطريق للعشاء عند باباها، وواضح عليها القلق والتوتر، وأخوها بيكون مستفز وبيقول لإيان ده غريب بصراحة لأن أختي ذوقها مقرف في الرجالة، معرفش هتتجوزك أنت إزاي. وسيونج قالت له اسكت وبتشاور له كده ومفيش فايدة مكمل في كلامه. ومراته بتحاول تعدل الهبل بتاعه وبتقول هو بس يقصد يقول انتوا لايقين على بعض. وباباها بيكون مش طايق نفسه كالعادة كده، وقال لإيان خلي بالك منها، وبيقول إنه قلقان من جوازها من حد في الأسرة الملكية. ولسه إيان بيقول له ما تقلقش هاخد بالي منها، باباها بيقطعه وبيقول له ما قلقش إزاي، ده المكان ده معروف بمشاكله والمأساة بتاعته. وسيونج بتقول لباباها ما تحاولش تخدع نفسك، هو فين الأب اللي بيقلق دايما ده أصلا؟ كنت فين وأنا عاملة حادثة في المستشفى؟ يعني كلامك مش منطقي بصراحة. وبيقول لهم شفتوا لسه تصرفاتها طفولية أصلا. قالت له كفاية كده بقى، هو أنت ما عندكش هدية زفاف لينا تبارك لنا بيها؟ يعني لما تيجي تجوز اديت عيلة مراته أسهم في الشركة وكمان مبنى على طبق من فضة، ودلوقتي بنتك الوحيدة بتتجوز، أكيد عندك حاجة تقدمها لها. وبتكون على آخرها فبتقوم وتقول لهم كملوا العشاء ده من غيري، أنا حاولت أتحكم في كلامي بس مش نافع. وبتسيبهم وتطلع غرفتها، وإيام بيروح وراها وبتقول له سيبنا أهدى بس. وشوية وهاجي راح قاعد جنبها وبتقول له إيه غيرت رأيك بعد اللي انت شفته ده؟ قال لها انت لو فاكره كلام الملكه الام ليا من يومين ما كنتيش هتقولي كده. وبيقول لها باباكي شكله حبني. قالت له انت صدقت بقى؟ ده بس عشان يعرف يستفيد منك مش اكتر. قال لها مش مهم، المهم انا صادق في اللي انا بعمله. وقرب منها واعترف لها بحبه. وسيونج بيبص له كده وبيقول لها ايه خايفه مرضاش اطلق سراحك بعد كده؟ قالت له ايه مش هتعمل كده؟ قال لها مش عايزه تكوني مقيده بيا. وسيونج بتغير الموضوع بتقول على فكرة أنا كان دايما معايا فلوس أكتر منك، وبيضحك وبيقول لها دايما أوي يعني؟ قالت له أيوة وهيفضل كده، وبيضحكوا. بعد كده في الطريق وهم راجعين ايام بيسرح في ملامحها، ومن اتصل بيها بوظ اللحظه دي وقال لها عملتوا ايه في المقابله كله تمام؟ قالت له ايوه، وخلاها تفتح السبيكر لايان عشان يساله عملتوا ايه برضه. بعد كده من قال لها تيجوا عمل معاكوا ايه؟ قالت له العادي بتاعه عادي. وايام بيكون متضايق وغيران انها بتكلمه. بعد كده بيوصلوا اقامته الخاصه، وايام بيقول انا كمان زعلان اني ماشي، وبيكون هو راجع القصر وبيمشي، وسيونج بتكون مبسوطه، والخدم بيكونوا فرحانين بيهم وعندهم فضول عن المقابله، وبيسالوها الامير كان متوتر طيب؟ وانت كنت متوتره ولا لا؟ دو قالت لهم الكل كان متوتر، وكيم قال لها شكلك ما اكلتيش، وبتقول لهم ايه رايكم نتعشى مع بعض؟ وبتروح مطعم معاهم وبتعزمهم على العشاء، والكل بيكون مبسوط ما عدا الجاسوسه دي، ودو بتكون واخده بالها منها. وتاني يوم الصبح ايام بيروح لمين وقال له انه بيحب سيونج وانت المفروض تعرف ده. قال له لما اعرف ده هيغير ايه يعني؟ قال له هتاخد بالك من تصرفاتك معاها. من قال له ما تصعبش عليها الموضوع. قال له ازاي يعني؟ قال له يعني مش ده اللي هي عايزاه منك اصلا. بعد كده ايام بيعرف من تشي ان سيونج في اجتماع، وبعد ما تخلص هيكون عندها زياره لشركه من الشركات التابعه ليها، وانها مش فاضيه خالص الفتره دي، فبيبعت لها رساله وقال لها ما تنسيش تاكلي حتى لو مشغوله. وقرأت الرساله وهي في الاجتماع مش بتعرف تسيطر على ابتسامتها. بعد كده ايام بيجهز للفرح وبيسالهم سيونج فين المربيه؟ قالت له المفروض تحفظ الالقاب دلوقتي خلاص كده.
قال لها ماشي، مراتي فين دلوقتي؟ بيكون واضح على ملامحه السعادة. والسيونج بتكون في الوقت ده بتجهز برضه، ومرات اخوها بتيجي، والسيونج بتقول لها جيتي بدري ليه؟ قالت لها عشان المساعدة بتاعتك ما تعرفش حاجة عن آداب البلاط الملكي او النبلاء، وبصفتي من عيلة نبيلة جيت اشيك على كل حاجة بنفسي. ومن بيرن على سيونج يقول لها ايه كل حاجة تمام، مش عايزة تلغي الجوازة دي؟ قالت له لو قلت لك ايوه هتساعدني. وبيضحكوا وبتيجي قدامه الملكة الام وبتكون واخدة بالها انه بيحب سيونج، وسألته انت كويس؟ قال لها ايوه مش هكون كويس ليه؟ قالت له خلاص هستنى لحد لما تفقد السيطرة على تصرفاتك. بعد كده بتبدأ مراسم الفرح، والسيونج وإيان بيشربوا المشروب ده، والسيونج بالكح، وإيان بيقول لها مالك في ايه؟ قالت له انا تمام مفيش حاجة. وبيطلعوا في موكب ملكي بين الناس والصحافة، والسيونج وإيان بيكون في ودنهم سماعات بيتكلموا فيها في الوقت ده، وبتقول له وشي وجعني من كتر الابتسامة، انت بتعملها ازاي في المناسبات؟ قال لا ما تقلقيش خلاص قربنا نوصل. وفي الوقت ده مين بيكون بيتفرج عليهم في التلفزيون وبيعيط غصب عنه، والملكة الأم بتكون موجودة وبتقول له شفت قلت لك ارفض الجوازة دي، عشان كده انت مش هتعرف تتحكم في نفسك كتير. بعد كده بيوصلوا المربية بتبارك لهم وبتنادي سيونج بسمو الأميرة، وإيان بيبارك لها على اللقب، وبيدخلوا المكان ده والكل بيصورهم، والملكة الأم والملك الصغير موجودين، وكمان الوزير من بيبارك لهم على الجواز باسم الشعب والمجلس، وبيكون حزين جدا ومش طايق إيان. وسيونج بتكح وبتبدأ رؤيتها تتشوش وبيغمى عليها، وإيان بيكون مرعوب عليها جدا. وإيان اتعصب وقال هنسيب القصر ومين اللي يجرؤ يأذي مراتي، والملكة الأم بتقول استدعوا طبيب ملكي، والكل بيكون مصدوم. وإيان قال لتشو يعرف باباها وبياخدها بسرعة المستشفى، ومين بيقول للمساعد بتاعه يكلم وزارة النقل عشان تنظيم حركة المرور. الموكب الملكي لازم يوصل المستشفى في أسرع وقت، وبيكون حزين. وإيان في المستشفى قلقان عليها جدا، والدكاترة بتقول له إن النبض منخفض والتنفس ضعيف. ودوب بتروح الإقامة الخاصة، والخدم بيكونوا قلقانين على سيونج وبيقولوا لها نيجي معاكي المستشفى. قالت لهم لا كلنا هنفضل هنا، وكل حاجة أكلت منها سيونج أو لبستها النهاردة تفضل مكانها، محدش يرمي أي حاجة، كل حاجة هتتفحص. وبتقول لهم إنه ممنوع أي حد يمشي من الإقامة الخاصة حتى هي كمان. والجاسوسة دي بتكون بتراقب الوضع من بعيد ومتوترة، ودو شافتها. وإيان واقف قدام غرفة العمليات، وبيجي أبوها وأخوها ومراته، وبيطلع الدكتور بيقول إن عندها تسمم بسبب جرعة زيادة من دواء كان ممكن تموتها، لكن لحسن الحظ أخدت العلاج قبل ما الدواء ينتشر في الدم، وهي هتاخد وقت على ما حالتها تستقر. وأبوها بيضرب إيان بالقلم على وشه، والحرس بيجوا وإيان بيقول لهم ابعدوا، وأبوها قال له أكيد مش هتعدي اللي حصل ده، قال له ما عنديش نية أعديه أصلا. ومن بيروح لإيان وبيزعق وقال له أنا كنت عارف أنت مش هتعرف تحميها أصلا، أنت ما عرفتش تخليها في أمان من أول يوم. وإيان بيقول عشان كده أنا هنا، وبيؤمر بفتح تحقيق مع الكل حتى القصر والأسرة الملكية، ومش هيستثني حد. ومن بيقول له أنت مدرك بتقول إيه؟ قال له أيوة مدرك جدا، وبيكون في العادي ممنوع استجواب العيلة الملكية أصلا، لكن إيان أخد قرار قوي لأول مرة. ومن بيروح للملكة الأم وبتكون رافضة، قال لها إن الأمير الكبير إيان أمر بكده. قالت له إيان مش الملك، قال لها بس هو ليه حق التصرف بصفته واصي على الملك. وبتوافق غصب عنها، وبيقول لها التحقيق ده ضروري عشان سلامة الجميع. وبعدها بيطلع يصرح للناس بالقرار اللي إيان أخده، وإنهم هيحققوا مع كل حتى الأسرة الملكية ويظهروا الفاعل أيا كان مين، مفيش سلطة هتحميه. والشرطة بتاخد الخدم كلهم اتحقق معاهم واحد ورا التاني. وتشوي وتيجو ومراته في غرفة سيونج بيكونوا قاعدين مستنيين سيونج تفوق، وبتفوق فعلا أخيرا. وتشوي بيكلم دو يطمن على سيونج، وإيان بيكون قاعد لوحده حزين عشان سيونج، وبيفتكر لما أبوه كان بيضربه وهو طفل. والمربية بتروح لإيان عشان تقول له إن سيونج فايت وبيجري بسرعة عشان يروح لها، والمربية بتكون وراه وبتقول له بالراحة اسمه الأمير هتأذي نفسك، وبيكون الجري ممنوع بالنسبة له أصلا. وبيدخل غرفتها بسرعة وبياخدها في حضنه، وما بيعرفش يتحكم في دموعه، وبيقول لها انت كويسة؟ قالت له ايه ده انت بتعيط؟ قال لها كنت خايف تموتي، حسيت اني هخسرك. وبيعيط من خوفه عليها، وبتقول له ايه ده انا كويسة، وبتسأله انا اغمى عليا ليه، ومش بيلحق يرد عليها. من بيدخل بيتكلم عن التحقيق، وبيكون ايان المفروض يروح عشان يحققوا معاه، وبيطلع عشان يروح التحقيق، وبيقول لتشوي خليك مع سيونج ما تسيبهاش لحظة. ومن بيقول لسيونج ان جالها تسمم دوائي، وبيعرفها انهم شاكين انه متعمد. وإيان في التحقيق والمحقق بيقول له على الدواء اللي جاب لها تسمم، وإيان بيقول له إنه عارف الدواء ده وكان بياخده. وسيونج بتقول له تحققوا من الدواء اللي إيان بياخده ولا لأ. وبتفتكر لما كانت هتقع في الفرح قبل ما يشربوا المشروب ده، والكاسات اتبدلت وهي أخدت بتاعة إيان، وكده إيان المستهدف، وبتكون خايفة عليه وبتشيل الأجهزة من إيديها وعايزة تروح له. ومن بيقول لها اهدي هتروحي فين؟ قالت له إيان في خطر. وإيان بيقول للمحقق إن سيونج مش بتاخد الدواء ده في العادي عشان كده عاشت، لكن لو أنا اللي أخدته كانت
الجرعة دي هتموتني. والملكة بتكون في منتهى الروقان قاعدة بتعزف ولا كأن في كوارث بتحصل، والمربية بتيجي تقول لها ان ايان دلوقتي في التحقيق وان الشرطة هتصادر كل حاجة ليها علاقة بالفرح حتى العربيات وكل حاجة هتتفتش. والملكة قالت لها خلي الموضوع نضيف مفيش أي أثر عشان ما يحصلش أي مشكلة. ومين بيستثني إيان وبيقول له روح القصر، قال له بس مراتي في المستشفى، قال له هتيجي القصر الصبح لكن القصر أأمن دلوقتي عشان كنتوا الاتنين. وسيونج مش بتنام وبتكون قاعدة تشوف الأخبار عنهم على السوشيال ميديا، وإيان بيرن عليها وبتكون قلقانة عليه وبتقول له أنت كويس، أنت سايب المساعد بتاعك هنا ليه؟ في حرس ملكي كفاية. وبيقول لها تعالوا القصر، ومرات أخوها بتروح لها المستشفى تطمن عليها. وسيونج بتقول لها أنت إيه اللي جابك؟ قالت لها الامير وصاني اجي وكمان المساعده بتاعتك طلبت مني كده. بعدها هم خارجين من المستشفى الصحافه بتكون في كل مكان وبيصوروا، وسيونج بتستعرض قدامهم قد ايه هي تعبانه وبتعمل نفسها بتكح عشان الناس تتعاطف معاها. في نفس الوقت دو بتكون في اجتماع وقالت للناس يكتبوا مقالات تبين قد ايه هي ضعيفه ويوصفوها انها كانت مديره تنفيذيه وكانت وريثه مجموعه غنيه، لكن جوه القصر هي مجرد واحده من عامه الشعب عشان الناس تتعاطف معاها وتدعمها. بعد كده المربيه دي بتروح للملكه تقول لها شوفي هتعرفي تاخدي ايه من مهام سيونج على ما تتعافى. قالت لها هاخد المهام بتاعتها كلها، لازم يبان اننا متفاهمين وبنحب بعض جدا. وسيونج بتوصل والملكه بتعمل نفسها طيبه وبتقول لها انا هاخد المهام بتاعتك كلها حالا لحد ما تبقي كويسه، اهتم انت بصحتك دلوقتي وما تشيليش هم حاجه. وايام بيرفض وجود الملكه الام مع الملك الصغير وقت التحقيق معاه عشان ما يحسش باي ضغط في اي حاجه ويعرف يتكلم براحته، وقال ان هو الملك المفروض يبقى قادر يعمل كده. وسيونج بتدخل للملك الصغير وبيقول لها انت كويسه؟ انا سمعت انك تعبانه. قالت له قلقت عليا ولا ايه؟ قال لها ايوه. وبيقول لها ان الشرطه دخلت القصر عشان تحقق. قالت له عايزين يعرفوا بس ده حصل بسبب عسر هضم عادي ولا حد وقعني. وبتقول لتشوي مش هما بيسالوا برضه؟ بيقول للملك ايوه بيسالونا كلنا الناس جوه القصر وبره القصر حتى القطط في الشارع. والملك بيقول له انت هبل ولا ايه؟ القطط ما بتتكلمش اصلا. وبيضحكوا. وايام بيجي ياخد سيونج لغرفتها وفي دكاتره موجوده بتركب الجهاز ده عشان يراقبوا نبضها فتره، وده عشان يطمنوا عليها. وايام بيدي المربيه تعليمات عشان سيونج وبيقول لها ان المسموح يتعامل مع سيونج انتي ويكون معاك المساعد تشوي والمساعده دو ومرات اخو سيونج. ولسه بيكمل كلامه سيونج بتقول عايزه اتكلم معاك لوحدنا وبيطلعهم بره. والمربيه بتطلع بره وبتضحك كده وبتقول لازم نراعي انهم عرسان جداد برضه وبتمشي. وسيونج بتقول انا لسه مستغربه اللقب وبتقول له حاسه ان المفروض ابقى حذره في كل حاجه ولازم اكون مثال للرقي في كل لحظه. وبتساله عملت ايه في الاستجواب وقالت له اعتقد انت اللي محتاج الحمايه مش انا. قال لها عارف. سيونج قالت له ايه الهدوء اللي انت فيه ده؟ قال لها انا مرتاح كده، كنت هبقى في رعب لو انت المستهدفه لكن الحمد لله انا المستهدف مش انت. بصت له كده وبتكون زعلانه وبتضربه بالمخده وبتقول له عايزني ابقى ارمله في القصر يعني؟ هقعد مع الناس دي ازاي من غيرك؟ قال لها اهدي انت هبله ولا ايه؟ قالت له لو حصل لك حاجه مش هعرف اتطلق حتى. قال لها طريقتك دراميه جدا في التعبير عن قلقك وبيهديها وبيكلمها عن صلاحياتها الملكية وبيقول انه رفض طلب الملكة انها تعمل المهام بتاعتها. وفي الوقت ده تشوي ودو بيكونوا قاعدين بيشتغلوا مع بعض واللورد بيجي يقابل الملكة الام وبتقول له ما تجيش القصر الفترة دي. استغرب. قالت له علشان ما يحصلش سوء تفاهم بس. وبيقول لها وانت هتكوني حكيمة لو اخدت حذرك. قالت له قصدك ايه؟ قال لها عشان ما يحصلش سوء تفاهم بس. بعدها مين بيجيله التقرير الجنائي ده وبيكون فيه ان الدواء اللي سمم سيونج كان في المشروب بتاع الفرح وقتها وبيفتكر كلام سيونج. وبتيجي المين الجاسوسة لصالحة الملكة اللي في الإقامة الخاصة وإيام بيدخل غرفة سيونج يتكلم معاها ونبضها بيعلى كده. ودو بتكون بتتكلم مع تشو وبتقول له انت بتشتغل في القصر هنا من امتى؟ يعني شكلك صغير لكن شكلك عارف كل حاجة كأنك مولود هنا. قال لها اعتقد من وانا عندي 5 أو 6 سنين انا يتيم زي ما انت شايفة كده، وسمعت ان اتثبت قدام مكان الإقامة الخاصة. ودو بتعتذر له انها سألته السؤال ده. قال لها لا عادي، انا ممتن لابويا وامي لان انا اتربيت بكل حب في مقر الإقامة الخاصة وانا محظوظ ان انا اتثبت قدام مكان إقامة الامير الكبير. ودو نبضها بيزيد وبتكون مش فاهمه في ايه. وسيونج بتقول لي ايان ايه رايك تروح تنام على الكنبه؟ قال لها لا انا تمام كده، لو مش عاجبك روحي انت. وبتقول له انا اللي تعبانه هنا. وبيقول لها تعالي بس ارتاحي. وبتقول له طيب ممكن اشيل الجهاز ده؟ قال لها لا سيبيه. قالت له بس عامل صوت مزعج جدا. قال لها ده دليل انك لسه عايشه، بحب صوته. وبيطبطب عليها لحد ما بتنام. وتاني يوم الصبح الدكتور بيقول ان ضغط الدم والنبض مستقرين. وسيونج بتنده على دو اللي بيدخل يرد عليها تشوي وبيقول لها ان هو هيكون المساعد بتاعها لانها تحتاج
محتاج حد عنده خبرة في المهام الملكية. وبتقول له دو فين انت عملت فيها ايه؟ في الوقت ده دو هتشتغل هي مساعدة للامير الكبير مكان تشوي، وبيتكلموا عن فعالية ايان هيقدم فيها منح دراسية، وتشوي بيعرف سيونج المفروض تعمل ايه وايه ممنوع تعمله في الفعاليات دي، وبيكون ده اول ظهور ليهم مع بعض بعد الفرح. والناس بتصورهم وسيونج بتعمل قلب بايديها كده، وتشوي بيقول لدو قلت لها ده تحديدا ما تعملوش. بعد كده وهما بيشوفوا الصور تشوي بيقول لها بطلي تعملي كده، فبتعاند وبتعملها قدام وشه. ودو بتيجي وبتقترح ان سيونج هي اللي تقول الكلمة الافتتاحية مكان من، وبتعجبهم الفكرة وسيونج بتعمل كده فعلا وبتهزر مع الناس، وايان وتشوي ودو بيكونوا واقفين بيتفرجوا عليها ومبسوطين. وبيوصل رسائل لكل الناس اللي حاضرة والصحافة بتقتحم المكان، وبيكون الكل عارف عن العقد اللي ما بينهم والتخطيط للطلاق كمان 3 سنين. وسيونج بتتوتر وبتكون مصدومة ومش عارفة تقول لهم ايه، وايام بيدخل يمسك ايديها ويقف قدامها ويخبيها من الصحفيين، وقال لها هو بجد الجواز بعد، واخدها وطلعوا بره. بعدها ايان وسيونج مش بيعرفوا يخرجوا بره القاعة، وده لان الصحفيين وناس كتير بره عايزين تفسير لعقد الجواز ده، وبيقرروا ان تشوي ودو يخرجوا والحرس يغطيهم بالمظلات كأنهم الامير والاميرة. بعدها دو وتشوي وصلوا القصر، والملكة الام بتسأل راحوا فين، وقصدها على ايان وسيونج، وتشوي هيقول دو خبطته يسكت. والامير والاميرة بيكونوا في رئاسة الوزراء مع من، ومن قال للمساعد بتاعه اتأكد ان مفيش اي تصريحات تخرج من اي حد للصحافة. والاعلام بيتكلم عن الموضوع بيقولوا في حاجة مش مظبوطة من الأمير، قبل كده اتوقف التحقيق في حريق القصر بدون أسباب، ودلوقتي فضيحة عقد جواز محدد بمدة. والإعلامية قالت إن القصر والحكومة بيتحققوا من الموضوع وهيكون في رد. ويان مسك ايد سيونج وسألها انت كويسة؟ قالت له ايوه. بعدها من سألهم كتبتوا عقد الجواز ده بايديكم؟ قالوا ايوه. قال لهم مين غيري يعرف موضوع الجواز المزيف ده؟ ايان قال له مساعدي بس، وسيونج قالت دو مفيش غيرها وانا ما عرفتش حد تاني. قال لهم انا لسه ما ناقشتش الامر مع الديوان، لكن اعتقد مش هيكون في رد طالما ان العقد حقيقي، اي تفسير او دفاع هتزيد الدوشة. ايان قال له عدم الرد ده موقف سلبي. من قال له لازم نستنى لما الامور تهدى. ايان قال له ده كان في البداية بس. من قال له قصدك كان في الاول خداع للناس، العقد بيقول طلاق بعد 3 سنين، تقدر تثبت لي ان ده مش هيحصل؟ بعدها تيجي ومراته مش مصدقين ان كل ده مجرد جواز شكلي، والاشاعات بتنتشر ان ايام ما اتجوزش سي يونج، وان الهدف مجموعة كاسل. وقالوا ان لما سيونج اغمى عليها في الفرح كانت مسرحية منهم. والاعلام بيتكلم ان سيونج لما اخدت الجايزة من الامير كانت كوسة، وانها كانت من ابرز المتهمين في الحريق اللي حصل في القصر يوم عيد ميلاد الامير. وناس بتقول ان الامير اتدخل في التحقيق لاسباب شخصية، وناس تانية بتسأل هو متورط في الحريق ده ولا ايه. بعدها ايان سأل سيونج انت خايفة؟ قالت له لازم يكون الانسان عنده شرف عشان يخاف من العار، انا ابنة غير شرعية ماليش شرف اخاف عليه. وسألته انت كويس؟ ده لان الشرف هو كل اللي انت بتملكه، انت خايف؟ قال لها ايوه انا خايف يؤذيكي شرفي، ده اللي مخوفني شوية. ومن جو قال لهم الافضل تروحوا القصر دلوقتي، وبكره هيكون في احتجاج قدام القصر، وده بسبب اشاعات قالت انك عندك طموح في العرش، وانك مدبر الحريق اللي حصل يوم عيد ميلادك. والملكة بتؤمر بعقد اجتماع مجلس الاسرة المالكة. وايان وسيونج وصلوا، وتشوي قال لهم لازم تحضروا الاجتماع. وايان دخل القاعة وقال للملكة انت امرت بعقد اجتماع مجلس الاسرة المالكة، خلينا نتكلم شوية مع بعض. قالت له مش عايزة اعذارك ازاي تتجرأ وتخدع الشعب والحقت العار بالاسرة المالكة، انت بتعتقد اننا هنسامحك؟ انت اللي بعت المكانة الملكية واشتريت المكانة دي. وبصت لسيونج بصة وحشة وقالت لهم استعدوا انتوا الاتنين للعواقب، وكل اللي حصل ده بسبب اصلها المتواضع، فاكرة ان العقد يحميكي، مش عارفة انت غبية ولا ساذجة. بعدها سيونج بتطمن على ايان وايده اتعورت من قفلة ايده، وايان اخدها في حضنه. وتاني يوم تشوي قال لدو ان في اشاعات ان اغماء الاميرة في الحفل كان مسرحية. بعدها بيكون في احتجاجات قدام القصر ضد ايان وانه لازم يعتذر عن اللي حصل. وبعدها ايان قال لمن لازم نرد دلوقتي، بيقولوا ان اغماء مراتي كان مسرحية، هوضح الحقيقة بنفسي، حتى لو بدأنا جوازنا بعقد لكن كل اللي اظهرناه للناس حقيقة. المادة اللي لقوها في جسم مراتي هي الموصوفة ليا، مش هيكون عندي نية لحاجة على حساب حياتها. من قال له ايه رأيك في الاشاعة اللي بتقول انك بتسعى للعرش؟ هتنفي ده كمان؟ ايان قال له لو ما نفتش ده ايه هتكون اجابتك؟ قال له احنا مش محتاجين حاجة مش هيدعمها الشعب، دي هتكون اجابتي عشان مصلحة الاسرة المالكة والوطن. بطلب منك بكل تواضع تنهي وصايتك. بعدها من بيشوف تقرير الدواء اللي شربته سي يونج في العصير، وجات لمن البنت الجاسوسة لصالح الملكة وقالت لمن ان الطلب منها تحط المادة دي في كاس الامير، وقالت انا ما اعرفش ايه هي، ولو ما عملتش كده هتتأجل عملية اخويا. ومن قال لنفسه هل كان ضروري قتله؟ هل هو مصدر ازعاج كده؟ تاني يوم من راح للملكة وقال لها اللي حصل كان عملية تسمم،
وكان المستهدف الأمير وسجلات العمولات المشفرة المدفوعة للخادمة زي ما قالت، وكانت من اللورد أبوكي. قالت له ازاي تتجرأ وتتهم أبويا؟ قال لها انت مشتبهه بيكي برضه، تقدري تثبتي انك كنت ما تعرفيش اللي بيعمله اللورد؟ والخدم بيندهوا ان ايان وصل. ومن قال للملكه ما يعرفش لسه اي حاجه. قالت له اديني شويه وقت. قال لها معاك وقت لحد بالليل. بعدها من خرج والملكه خبت نتيجه التحقيق وقابلت ايان وقال لها عايز يغير الخدم. قالت له الوضع ما يسمحش في الفوضى اللي احنا فيها، ودي ناس غلبانه. ومن اتقابل مع سيونج وقال لها واضح ان علاقتك بايان حقيقيه. قالت له ده تمثيل قدام الناس والخدم. قال لها انت بتحاولي تخدعيني انا كمان. والملكه بتروح للورد وقالت له اللي حصل وعرضت عليه الاوراق. قال لها ده جالك منين؟ قالت له انت عايز تختلي الامير فعلا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لما ده يتعرف انا وانت. قال لها عشان كده الامير لازم نخلص منه، لانه اتكلم انه يعرف عن اللي حصل. فاكره في حد هيصدقك لما تقولي انك كنت عايزه تولعي في المرسوم بس، وانك مش هتولعي في القصر كله؟ هتقولي ايه؟ كنت عايز احرق المنشور، ما كانش قصدي النار تحرق المكان كله، ما كانش قصدي اقتل الملك. ده اللي هتقوليه يعني؟ مش فارق معايا اللي انت عملتيه، انا لازم اعمل اللي اقدر عليه عشان احمي الملك، وهو ده الطريق الوحيد احميه واحمي نفسي واحافظ على اسم العيله. دلوقتي قولي لي جبت التقرير ده منين؟ بعدها من بيتابع الوقت والملكه رجعت القصر وبتتقابل مع سيونج وقالت لي سيونج خدي حذرك. بعدها الملكه بتكلم من على تليفون الوزاره وموبايله بيرن في نفس الوقت. وتاني يوم من بيتقابل مع الملكه في المقابر وقالت له شعورك ايه لما يكون ابوك اعظم رئيس وزراء في التاريخ؟ قال لها وشعورك ايه لما يتسجل ابوك اخطر لورد في التاريخ؟ قالت له لو بتشك فيا ليه جيت بالملفات ليا وما عرفتش ايان؟ انت عايز تحصل على الاميره. وادت له ورقه وقالت له لو اتكشف ده هيكون في اضطرابات في القصر وهيكون في جدل في البلاد، وبما ان جميع المكاسب في العقد من مصلحه الاميره كل الانتقادات هتتوجه ليها. قال لها انا مش هسمح بده. قالت له وصلت لدرجه الاستعداد عشان تاخدها ومش عايزها تتاذي، خلاص هحول اسهم الاتهام لايان. كل ما ينهار الامير ويخسر عزم الاميره هيقل معاه. انت فاكر انت بس اللي واخد بالك من حبهم لبعض؟ فكر قدامك ليلة بس. ومن بيفكر وبعدها راح لإيان وإيان قال له انت تملك تنهي وصايتي؟ قال له واجبي احمي الأسرة. إيان قال له كلامك محسسني ان عايز اضرهم. من قال له انت والأسرة واحد واي حاجة تضرك تضرهم. اسقط وصايتك مش هسمح لك تسقط انت والأسرة مع بعض. بعدها الملكة بتعرف ان من وإيان كانوا في اجتماع مع بعض للفجر والاجتماع كان لمدة 3 ساعات. بعدها تشو يعرف سيونج ان من طلب من إيان يسقط وصايته. بعدها الملكة طلبت تقابل سيونج وقالت لها ايه احساسك كنت اسقطت شخص بيعشقه الشعب؟ كان ليه سقطاته احيانا بينحرف عن المسار لكن كان فخر الاسره المالكه. وسالتها عرضت عليه ايه مقابل يرفع مكانتك؟ قالت لها ما قراتش العقد، الامير مش عايز مني حاجه. بعدها دو قالت لإيان لازم تروح للملك اللورد هناك وجايبه عريضه رسميه والتماس شعبي. وبعتت لحد يروح مقر الملك اول ما تشوف الرساله دي. واللورد عند الملك وجايب كل الجرايد والكلام عن إيان وقال له الاسره تنهار لازم تاخد قرار. الملك قال له ده عمي. اللورد زعق وقال له جلالتك ما شفتش الاشاعات المنتشره والحريق اللي ابوك؟ الملك رد عليه وقال له ده كله كذب. قال له الامير عارف انك ضعيف. وإيان وصل ومسك اللورد وقال له ازاي تكون وقح كده مع جلالته؟ ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ ازاي تهدد جلالته؟ ونده للخدم ياخدوا الملك وبيخنقوا اللورد وقال له انت فاكر ان انا مش عارف باللي بتدبره؟ انت خايف ان ابقى ملك؟ لو عايز تبعدنا عن القصر مفيش قدامك غير قتلي. وحدفه في الارض وقال له لو هددت ابن اخويا مره تانية مش هتموت موته سهله. والسيونج جت وبتكون مستغربه رد فعل إيان. وإيان راح لابن اخوه وكان بيعيط وافتكر لما كان اخوه لسه عايش ومراته كانت معاه معرفش يقابله. وجاله ابن اخوه كان بيلعب معاه وسمع الملكه بتقول لاخوه عايز تدي الحكم لإيان؟ انت اتجننت، الموت افضل لك من اللي هتعمله ده. وابن اخوه بيعيط وإيان اخده في حضنه. بعدها بنرجع للواقع والملك راح لعمه وحضنه وبيعيط. وإيان قال له لو حسيت بالخوف تعالى لي في اي وقت. والسيونج جت وشافت قد ايه بيحب ابن اخوه الملك. بعدها السيونج قالت لإيان مالك؟ هو انا ضايقتك في حاجه؟ قال لها انا اسف اني خليتك تشوفي مشهد مؤلم. قالت له ده كان جميل، تصرفك سليم عشان تحمي كل حاجه لازم تواجه الهجوم بالهجوم. بعدها دو مع تشو وبتسأل هو بيحب ايه؟ قال لها انا بحب الورد قوي. قالت له مش قصدي انت، انا قصدي الامير. انا عايز اعمل له حاجه جميله تشيل من عليه ضغوطات الفتره الاخيره، وجبه بيحبها او موسيقى. لا بيحب الشاي الاسود او الشوكولاته المره. وتشو سألها انت عارفه اسامي الورد بس مش من اهتماماتك، ولا الشاي بتحبيه انت بتحبي ايه؟ ودو بتكون مش عارفه تقول ايه. قال لها معلش انا فضولي شويه. بعدها ايام بيكون نايم وسيونج لمسته وقالت انا خايفه ادمر مسيرتك. وتاني يوم تيجو بيكلم سيونج وقال لها الاسهم بتنهار وفي
تحقيق مطلوب مننا وانا على وشك يطلبوا التحقيق معايا. قالت له هجيلك، وإيان عايز يروح معاها. قالت له عشان الصحافة وكده هاخد تشوي معايا. بعدها سيونج بتسوق بسرعة رهيبة وتشوي خايف جنبها، وراحت لمين وقالت له انا بنهار الشركة والقصر، الوضع صعب عليا، قول لي اعمل ايه. قال لها دلوقتي ما تعمليش حاجة وانا هكون حريص ما تتأذيش. قالت له انا مش بطلب حمايتك. قال لها مش محتاجة تمثلي، خلاص انت والامير علاقتكم اتكشفت، انهي كل ده. قالت له انا بحبه جدا. مين قال لها ده محزن. بعدها سيونج راحت لابوها تعتذر له بسبب انها خدعته ودمرت الشركة، وقالت له ساعدني ولو لمرة واحدة، عايز اصلح الوضع ده لكن مش عارفة ازاي. ابوها قال لها مسمية نفسك سيدة اعمال، قولي لي عايزة تنقذي نفسك ولا تنقذي الامير. بعدها دو بتقدم شاي اسود لايان وقالت له هاخد اجازة ايام لان مجلس الوزراء طلب منك التوقف عن مهامك الرسمية. قال لها ما تعرفيش مراتي حاجة. بعدها سيونج جت لايان وحضنته وقال لها ده هدية ولا ايه. قالت له خلينا نتطلق. وبيتصدم وسيونج عينيها مدمعة. بعد كده بنرجع لوقت ما كانت سيونج بتترجى ابوها يساعدها، وقال لها انت عايزه تنقذي نفسك ولا تنقذي الامير ايان. وقالت له عايزه انقذه هو، انا هعرف انقذ نفسي لكن عايزاك تساعدني. وقال لها اتطلقوا وتحملي نتيجة العبث اللي عملتوه ده، ولما تكوني مش معاه مش هيكون عنده نقطة ضعف يهاجموه بيها. بعد كده بنرجع للواقع، وإيان بيكون مش مستوعب اللي هي بتقوله أصلا، والسيونج بتقوله لازم نتطلق، جه الوقت اللي كل واحد فينا لازم يمشي في طريقه. وإيان بيقول لها ما تعمليش كده. قالت أنا كنت عايز أكون وريثة للشركة، بس بكل الخسائر دي أنا مش هلاقي حاجة أرجع لها أصلا، لازم نوقف الخسائر وحد يتحمل المسؤولية. وبتقول كمان إن أبوها تعبان بسبب اللي حصل وأسهم الشركة بقت في الأرض، وكمان الضرايب مش هيسيبوهم في حالهم. وبيقول لها في حاجة حصلت وأنا مش موجود. طيب الملكة الأم قالت لك حاجة؟ قالت له مالكش دعوة بكلامها معايا، قلت لك أنا ما عنديش شرف أخسره ولا بيفرق معايا الألقاب دي أصلا، انا الحاجات اللي عندي كلها مادية ملموسة تعبت عشان اخدها. وقالت له انت قلت لي قبل كده الملوك لازم تتحب وده اللي بيدي القوة، لكن دلوقتي انت فقدت كل ده، هتقدر تقدم لي ايه بعد كده؟ وايام بيكون حزين جدا وبيروح يقعد لوحده في مكان، وبيكون ده مكان مخصص لولي العهد اصلا، والملك دلوقتي صغير فالمكان مقفول. وبيدخل يقعد لوحده وبينهار وبيفتكر كلامه مع اخوه، وهو بيقول له خلي بالك من الاميرة وولي العهد، ويقصد الملكة الأم دلوقتي. وأخوه قال له هي بتعتمد عليك أصلا، أعتقد هي عمرها ما اعتمدت عليا، فمش هتفرق كتير يعني. وإيان قال له أنت جبان. قال له يمكن معاك حق وأتمنى ما تكونش زيي. إيان قال له مش هكون زيك. بعد كده بنرجع للواقع، وإيان بيقول ده كان الشعور وقتها، وبيكون حاسس إن سيونج طلبت الطلاق لأنها مش مطمنة ومش عارفة تعتمد عليه، وبتدور على حل بالطلاق. وتاني يوم سيونج بتروح لإيان المكتب وبيكون مشغول، وقالت له انت ما نمتش؟ قال لها ايوه. وبقول لها قولي عايزه ايه. وبتكون عايزه تدخل قاعه المجلس تعرض على الاسره الملكيه طلاقهم لانهم محتاجين موافقتهم، وقال لها اعملي اللي انت عايزاه. ودو بتكون هتتجنن ازاي دول هيطلقوا، بتحاول تفهم من تشوي اللي حصل، وهل ابو سيونج بيضغط عليها عشان تتطلق ولا ايه. وتشوي بيفتكر كلام سيونج وهم راجعين من عند ابوها، وكانت بتقول له الناس بتوصفني ان وصمة عار على الامير او نقطة ضعف، فلازم نتخلص من ده على اي حال، ولو الامير رفض عايزك تكون في صفي، وما بيرضاش يقول لدو حاجة، وبتكون متضايقة. وفي الاجتماع بتاع الأسرة الملكية اللورد بيقول إن رئاسة الوزراء طلبت من الأمير التوقف عن مهامه، ولسه هيكمل سيونج بتوقفه وبتقول إنها خاطرت بكل حاجة عشان تحصل على المكانة الملكية، وإنها كانت مشتبه بيها في الحريق اللي حصل ووقعت بسبب تسمم، كل ده بسبب يومين. بيقول لها انت بتقولي ايه؟ قالت له اللي اقصد اقوله ما ترموش اللوم على الشخص الغلط. وبتقول لي مين انت؟ قلت افراد الاسره الملكيه مش بيتحقق معاهم صح، عشان كده لازم توافقوا على طلاقنا عشان تقدروا تحققوا معايا كويس. وايام بيكون متضايق من كلامها، وبتقول لهم سواء انا عملت الحريق او لا، انا اقدر اثبت لكم ان الامير ملوش دعوه بالموضوع، والكلام الغبي بتاع تخليه عن الوصايه ده مفيش حاجه من دي هتحصل. وفي الوقت ده تيجو بيكون في مؤتمر صحفي عشان يحسم الجدل في الحوارات اللي بتحصل والاشاعات دي، وبيقول لهم سيونج هتشرب سم ليه وهي بتملك العالم بين ايديها اصلا. ومرات تيجو بتبعت لتشون المؤتمر بدأ، وبيبص لسيونج يعرفها، وسيونج بتقول بخصوص العقد مجموعه كاسل هتهدي الموضوع ده ما تقلقوش. وفي الوقت ده تيجو بيتكلم عن العقد وبيقول ان الامير مش مستفيد اي حاجة من العقد، وكمان سيونج بعد الطلاق مش هتستفيد اي حاجة من الجواز ده. وبيوضح ان الاسرة الملكية ما كانتش موافقة على الجواز، وانهم كمان كانوا مصدومين من ده، لكن سيونج وايام بيحبوا بعض جدا، ما قدرناش نمنعهم. وبالنسبة لبند الطلاق بعد 3 سنين ده انا اللي طلبت اعمله.
انتوا عارفين لو اتجوزت الامير هتفضل محبوسة في القصر الملكي طول العمر، لكن انا عارف المشاعر مع مرور الوقت بتتغير، وانا كنت خايف على اختي الصغيرة، عشان كده خليتهم يعملوا العقد ده. ولو لاحظتوا كمان العقد ده مش متوثق عند محامي حتى، لان ده حاجة بينا كده، كنت بحاول احافظ بيها على اختي مش اكتر، ومفيش اي حاجة من الاشاعات اللي طلعت دي صحيحة. وبينتهي المؤتمر والخدم بيكونوا متجمعين بيسمعوا تيجو وبيقولوا ايوه مستحيل دول حبهم يكون مزيف اصلا، وبيكونوا مبسوطين عشانهم. وبنرجع لسونجو بتقول لهم كده وضحنا ان العقد ملوش اي علاقه بالاسره الملكيه، والامير مش مستفيد من جوازنا، فكده كل الجدل اللي باقي مسؤوليتي انا. بمجرد ما تتخلصوا مني الامير الكبير هيقدر يرجع فخر الاسره الملكيه. بعد كده بيدخل الخدم بمرسوم ملكي من الملك بالتنازل عن العرش لايان، وايان بيفتكر لما راح للملك الصغير وقال له جه الوقت عشان ترجع لي عرشي. وبنرجع للواقع واللورد بيكون هيتجنن وبيقول لازم اروح للملك. ايان قال له ايه، معترض على القرار الملكي ولا ايه؟ بعد كده ايان بيكون ماشي وسيونج بتوقفه، فبيقول لها قلت قبل كده انك زهقت من الخساره، عشان كده عايزه تتطلقي. وبقول لها ازاي تخاطري بكل حاجه كده، انت كنت مصدقه بجد ان مش هعرف احمينا؟ انت ما وثقتيش فيا اصلا. وبيسيبها وبيمشي. بعدها الملكة الأم بتعرف عن التنازل عن العرش وبتكون هتتجنن، والملك الصغير بيكون خايف من أمه وبيقفل الباب من جوه وبيحط حاجات قدامه عشان محدش يعرف يفتحه. والملكة بتيجي تزعق جامد جدا، والطفل بيفتكر الحريق اللي مات فيه أبوه، بيفتكر كلامها لأبوه قبل ما يموت وبيكون خايف وبيعيط. وسامع الملكة من بره بتقول كسروا الباب، ولو لزم الأمر احرقوه عشان يبقى مجبر يطلع. وفي الوقت ده بيجي مين ياخدها عشان يتكلم معاها وبيقول لها اتصرفي في الموضوع ده بالتعامل مع ايان او الملك، وبيهددها باللي عرفوا عنها وعن ابوها عشان تتصرف باي طريقه وايان ما ياخدش العرش. بعد كده سيونج بتكون قاعده بتفتكر كلام ايان وحزينه، وبتعرف من دون نساب القصر ومشي، وبتكون عايزه تطلع تدور عليه. وايان بيكون قاعد لوحده حزين وبيفتكر مواقفه مع السي يونج، والسيونج كمان قاعده حزينه وبتفكر فيه. بعد كده بتبعت له رسائل كتير عشان تطمن عليه بس مش بيرد، والمربية بتكون شايفة قلقها عليه وبتقول لها انتوا هتعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان تحموا بعض، الحقي بسرعة قبل ما بوابات القصر تقفل. والسيونج بتحضنها وبتجري بسرعة العربية وتبعت ليان رسالة انها تعبانة عشان يعرفها مكانه. ولما بتروح بيلاقيها مش تعبانة ولا حاجة، قالت له انا كنت عايزة ابقى معاك، قال لها قلتلك هاجي بكرة. والسيونج بتعترف له بحبها وبتحضنه وبتقول له انت عارف اني بحبك وطلبت الطلاق عشان عايز احميك بس. وبعدها بيقضوا وقت لطيف مع بعض. وتاني يوم ايام بيعرفها عن المرسوم التاني وانه هيرفضه برضه، وبتكون مش فاهمه حاجه. قال لها ان من العرف ان يتعرض عليه العرش في الاول 3 مرات ويرفض بعد كده يوافق. وبتقول له انت عايز تحمي الملك؟ قال لها انا عايز احمي ابن اخويا. وبيحكي لها عن يوم ما كان قاعد مع ابن اخوه بيلعبوا سوا، وسامعين الملكه بتقول لاخوه انت هتتنازل عن العرش لايان ولا ايه؟ انا افضل انك تموت احسن ما تعمل كده. وكمان المربيه بتجيب له الصندوق ده وبيكون فيه لبس الملك امر انه يتعمل لايان، وبيكون فيه الزي الملكي، وده مش بيكون غير للملك اصلا. وايان بيقول للمربيه كده الملك بيستعد للتنازل عن العرش، وما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقي تشوي جه يقول له الحق في مصيبه، ولما بيطلع بيلاقي المبنى مولع واخوه الملك طالع جثه، وعشان كده كان خايف على ابن اخوه وقتها فضل ساكت وسابه ياخد العرش. وبنرجع للواقع ويان بيقول لها بس دلوقتي لما ابن اخويا قال لي انه خايف كنت متردد، لكن لما ابقى ملك هقدر احمي الكل، بس خايف يكون ده مجرد طمع مني مش اكتر. وسيونج بتهديه وبتقول له استمر في اللي بتعمله وانا جنبك دايما. وبيكون في احتجاجات قدام القصر عشان عزل ايان وصاحب اللقب من سيونج. بعد كده الملكة الأم بتقابل إيان وبيروح لها بتقول له أنت أكيد مش ناوي تقبل صح؟ الملك طفل عنده 8 سنين ما عندوش عقل ياخد قرار أصلا. قال له عشان السبب ده تحديدا أنا هاخد العرش، لأن طفل مش فاهم حاجة وأنتوا بتحركوه على مزاجكم وتخلوه يعمل اللي أنتوا عايزينه كأنه عروسة لعبة. والملكة بتتعصب وإيان بيقول لها المفروض تشكريه أصلا، ده عشانه مش هعاقبك على اللي عملتيه. قالت له أنا ضحيت بحاجات كتير في حياتي عشان كده لازم تضحي شوية أنت كمان. وبتفتكر أيام ما كانت في المدرسة وبنكتشف إنها كانت بتحب إيان أصلا، لكن أبوها أجبرها تتجوز أخوه لأنه ولي العهد. وبنرجع للواقع وبتكون منهارة وإيام بيبعد إيديها عنه وبينده للمربية وبيقول لها الملكة شكلها تعبانة نفسيا وجسديا، محتاجة ترتاح شوية، ما تسمحوش لحد يدخل عليها لمدة 3 أيام. هو بيتكلم أبوها وبيقول لها الأمير لو قبل التنازل ده هيدمرنا. قالت له إن إيان قال لها إنه مش هيعاقبها. قال لها وانت صدقتيه يا غبية، احنا متورطين في حاجات كتير غير إخفاء وصية الملك أصلا. وقال لها اقفلي خلاص أنا هتصرف في الموضوع ده. وفي الوقت ده مين بيجي يقابل اللورد. بعد كده ايام بيكون بيجهز عشان هيتقدم له المرسوم الاخير من الملك، وسيونج بتكون مبسوطه بيه والمربيه تشوي بتكون متاثره لما شافته باللبس الرسمي كده.
بعد كده الملك بيروح لأمه وبتقول له لو مش ناوي تتراجع عن قرارك امشي من قدامي، وبتتعصب وبتقول له انت مش عارف ابوك عانى ازاي عشان يحافظ على العرش ده، وما تعرفش انا عملت ايه عشان اضمن انك تاخده. والطفل بيعيط وبيقول لها عارف انا سمعت كل حاجه يوم وفاة ابويا. والملكه بتصدم من ده وبتفتكر لما كانت بتلبسه لبس الملك لاول مره غصب عنه وكان بيعيط جدا، وبيقول لها انا مش عايزه. بتقول له دي وصيه ابوك، هو ما يعرفش يعتمد على حد غيرك دلوقتي. وبنرجع للواقع والملك بيعيط وبيقول لها انا اسف على خيبه املك، وبتحضنه. بعد كده الملكة بتفتكر كلام أبوها إنه هيتصرف، وبتفتكر كمان كلام إيان وإنه مش هيعاقبها على اللي هي عملته، وبتتصل عليه تقريبا عشان تحذره بس مش بيرد عليها. وإيان بيجيله نوت من حد بيقول له عايز أقابلك سريعا في قاعة المجلس. وإيان بيسأل سيونج معانا وقت قبل الميعاد بتاع قاعة العرش؟ قالت له أيوة معانا نص ساعة. والملكة بتنده للمربية تقول لها أنا عايزة البنت اللي خبيتيها. بعد كده تيجو بيتصل على سيونجو وقال لها ان ابوه اتنقل المستشفى، وسألها ايه الخطوة اللي بعد كده نعملها، وبتقول له انت فين دلوقتي انا هجيلك. وبتطلع بره بيكون اللورد داخل القصر وبيلاحظوا مكان بيولع وبيكون ده قاعة المجلس. وسيونج بتجري بسرعة على هناك بتلاقي المكان كله بيولع، ودو مصدومة وبتعيط. وسيونج بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ الامير فين؟ ودو بتقول لها الامير في قاعة المجلس. وسيونج بتنهار. وبيخلص الملخص.